الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. ربنا يتقبل منك الشيخ المجاهد محمد عثمان. الجنجويط يعني داير نقاسمكم الأحزان أول بالأول عشان الناس بتتكلم في مسألة الشماتة وإنه لا يجوز ده اسمه دين، ما ينفع نشمت، دي اسمها تعامل إنساني، فلا يجوز الشماتة في الدعم السريع وموت الدعم السريع ده دين. احنا بنقول لك بالدين يجوز ونفرح ونطبح الضبايح، احنا ما قاعدين نفرح ونشمت في موت الدعامي. ده فرقنا منكم يا أستاذة حنان حسن وبتاعت التقدم ديك. احنا ما قاعدين نفرح في موت ولد الدعامي، ما حصل مرة جبنا لهم فيديو، لكن انتوا بتجيبوا شهدانا في مجازر الدعم السريع في الفاشر وفي دارفور المواطنين بتكتبوا تحتها لأنهم سمعوا كلام الفلول استاهلوا. تتكلم عن مواطن، فإحنا بنفرح في موت الدعامي ذاته، عرفتها؟ ولو ما حقيقة حسي فيها أخبار بتتكلم عن اعتقال عبد الرحيم، ممكن إحنا نتأكد من مصادرنا، ما بنعمل الحاجة دي، نفرح إن شاء الله ربع ساعة ساعة ساعتين ويجوا بعدين ينفوها. مصير عبد الرحيم حيحصل حميتي، مصيره شنو عبد الرحيم؟ ما حيموت ولا يتقبض وحيحكم يعني؟ فإحنا بنشمت في الدعامي اللي كان بيطلع بيتكلم معانا عنصرية، ده ذاته اللي انتوا هسه بتفاتحين له بيوت بيكا ده كان بيتكلم معانا عنصرية، بيعتبر انه يدخل على مواطن الفاشر المحاصر في مستشفى وفي بيته، الفاشر المحاصرة بالسنة والسنتين بيعتبرها جهاد. الله قال له امشي كتل لما عمر جبريل قال له لما تلاقي رسول الله في الجنة كلمه قل له أنا سيد الشهداء الذي حدثت أصحابك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن سيد الشهداء، يجي دعام يقتل الأطفال. يعني انتوا مش الخلل في التركيبة الجينية. الدعم السريع حسي قاعد يعيد في تركيبته الجينية. شوف اللي افتروا قلة الأدب ده كل دقيقة قرين شطة يطلع يتطاول، جايب الصورة بتاعت نخيل قال دي الشمالية والمحس، قال احنا داخلين دلقوا وداخلين المحس وداخلين الشمالية وده البلح وانتظرونا، بيهدد. وده يقول لي ده شهيد والدعامة والقحاتة فاتحين له بيت بك، يقول لك
الفلول والكيزان يشمتوا، احنا ما فلول ولا كيزان لكن بنشمت، عرفتها. وقرين شطة ده مات استجابة من الله عز وجل لدعاء المظلومين، ولسه احنا ما حنخليه حي، ما حنخليه ميت، ما حنخليه، وما حنخلي ولا واحد فيكم والله العظيم. ده عام مصيركم تموتوا، انتم ما عندكم حاجة تاني. المصير الثالث اللي هو انك تكون في السلطة شرعي، في الدولة شرعي تحكم، ودي ما حتحصل. فانا بقاسمكم الاحزان، انا زول ود ناس يعني، وزول خراب حفلات. وتعازينا برضو لدنجر بتاع الدعم السريع العقيد قفل، قائد القوة المشهد الفاجر الليلة اسمه العقيد قفل، ده في الدعم السريع اسمه دنجر من شدة ما بليد، هذا برضو مشى لي الله. تعازينا دنجر قحط، وتعازينا لأستاذة حنان حسن، وتعازينا للكلبة القاعدة في الإمارات، كلبة قحط القاعدة في الإمارات. اليوم 11/5 كتبت منشور قالت مفروض نتوحد كلنا ضد الإسلام والعروبية ونقضي عليها، بعدين نجي نقعد نحلحل مشاكلنا. المشت نفخت عيونها بوتوكس وفرحانة، قال حمتها يحكم يجيب وزيرة المرأة. البوتوكس بتاعها ده طلعته دموع في البيشي، وحسي فاتحة لها بيت بيكا في قرين شطة. أنا كتير ليكي واحد. احنا دلالة انتصارنا على الدعم السريع انك انت موالياه، وانت ربنا سبحانه وتعالى ما ممكن يواليك، لا انت لا حنان لا خالد السلك لا محمد عصمت لا واسق برير لا مريم، انتوا مع الفئة الباغية، موضوع منتهي، راكدين قفا، احنا منتصرين، ما في 2 3، مش انتوا مع ديلك، الموضوع ده مقرض. فانا اواسي الدعم السريع قال له إذا ذهبت إلى رسول الله فأخبره. ده المنشور حقه هنا بيقول شنو؟ نقرأ لك عمر جبرين، سيبكون سكران. عمر جبرين كتب منشور يعزي عبد الرحمن فاكهة الجنة وعطرها ادخلها من باب الصديقين والشهداء. تعليمات قال له انت فاكهة الجنة وادخل الجنة من باب الصديقين والشهداء. سكران كاتب له تعزية شغال ما بيقاض. خليفة دنقر امبارح بيقول لي الانصراف سألني من مصادري. كيف اسألك من مصادرك وانا مسميك ببيقاض؟ انا مسميك انت نصف الهي، انت بتعلم الغيب يا خليفة دنقر، انت بيسألوك من مصدر؟ انت بتكون راقد في السرير بتقول في دانة وقعت في المربعات قتلت 11 نفر، انت راقد في سريرك، انت بتاع مصادر؟ انت ما اله عديل ازاي ده حسي؟ اجينا مات بدل يدعو له بالرحمه، لا عنده تعليمات لله ذاته، استغفر الله العظيم. قال له شنو؟ قال له اول حاجه فاكهه الجنه. احنا سمعنا انه ده شهداء الجنه، اول مره نسمع بسلطه. هو زول اسمه شطه، قرين شطه. انت اخر عمره اخر لحظه في حياته تسميه فاكهه؟ ما كان تسميه موز زمان، وسميه قرين شطه. عمره ده كله 30 سنه ولا 40 سنه بتناديه قرين شطه، يوم اللي ميت تناديه فاكهه؟ انت بتغير بمزاجك يعني؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى سيدي يحاسبوه مع منو ده؟ يحاسبوه خضروات، يحاسبوه بني ادم، يحاسبوه دعامي، يحاسبوه سوداني، يحاسبوه فواكه، يحسبوه شنو ده؟ حسي ده داخل بابواب كثيره متعدده كلها توديه جهنم باذن الله. فعمر جبريل سكران ادى تعليمات للفطيس ده الجنجويط، قال له والله هاتوا قدامي ده، يعني احنا والله في حقيقه يا اخوه، حقيقه احنا في معضله حقيقيه. شوف الجنه ده بيتكلم كيف. قال له عبد الرحمن فاكهه الجنه وعطرها، كمان بقى بارفيوم. جماعه يتمسحوا فيه في الجنه. اوه بارفيوم يا اخي، ده لو 6 شهور ما بكون يستحمى. فطيس، هو حي فطيس، موضوع موته ده ما اضاف له حاجه يعني، لكن هو فطيس حي يعني، ده عامي بيستحمى كمان.
يا اخي الجيش ده 4 شهور ما استحمى، سياد الشيوة، سياد الرصة، سياد النيل ده ذاته، سياد المويه، 4 شهور ما استحموا. ده عامي قاعد في الخلا ذاك، قال له عطر منه، والله يحس يكون نص الجنه واقفين برا هناك في النار ذاته، في النار ذاته، ده بكون دخل بخار لهم. قال عطرها. اوه فانا ما اعرف ده يوقفوه في صف الخضار ولا يوقفوه في صف الفواكه ولا في صف الناس، ولا طلع في النهايه فاكهه اسمها قرين شطه، الله الدعامه. لكن قال له ادنوا من باب الصديقين والشهداء، ادنوا يا عبد الرحمن من رسول الله. لا 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 لا، انا طبعا جوين نزلت المنشور حقك يا اخ عمر جبريل، وحقيقه ما علقت عليه او ما قريته. فسبحان الله، شوفوا التعليمات الالهيه، ده شغل جديد، ده خليفه دنقر ذاته بيعمل من نص الغيب ده ما بيعملوا. لا 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 لا. قال له انت فاكهه الجنه وعطرها ادخلها من باب الصديقين والشهداء، ادخلها. ما قال له نسال الله ان يدخلك من باب الصديقين، لا لا لا، قال له ادخلها، امشي دق الباب حق الصديقين والشهداء يفتحوا لك. بعد ما يفتحوا لك قال له ادنوا يا عبد الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له انا سيد الشهداء الذي حدثت عنه اصحابك، انا الرجل الذي خرج على حاكم ظالم جائر، اللهم ارحم عبد الرحمن قرين شطه. الله اسي الله يشتغل لك بتفهم دعواتك دي الاخيره ولا بتاعت الفاكهه، اسي دخلوه فاكهه ولا دخلوه قرين شطه اول بالاول. بعدين قال له امشي للنبي وادنوا منه وقول له ايوه انا جيتك، انا انت الكلام، انا النبوه حقتك، انا عبد الرحمن قرين شطه كلمت اصحابك، وانا الحمود في خروج على سلطان جائر. سلطان جائر قاعد في بورسودان ولا في الفاشر؟ انت كم يعني الله، انت وكده ما عارف، الله عارف يعني. كمان انت جبريل كمان ما تبالغ يعني. ربنا سبحانه وتعالى الخريطه حقت السودان عارفها، وعارف الحاكم الجائر ده قاعد وين. تمشي تخرج له في الفاشر وقاعد في بورسودان، ماشي خارج له في الفاشر ليه؟ لو ربنا سالك تقول شنو؟ جي بي اس ضيعني ولا شنو؟ انت كنت ما بتعرف الجغرافيا؟ الحاكم الجائر ده ما قاعد في الفاشر، قاعد في بورسودان. هسه النبي صلى الله عليه وسلم لو ساله قال له وقاتلت البرهان ومت وقتلك البرهان، يقول له اي، يقول له لاقاك وين؟ يقول له في الفاشر. يقول له من ناوي حاكم اقليم دارفور ما مشى الفاشر. لا كمان انتوا ما تبالغوا كمان يا عمر جبريل، يعني زول ده مات في الفاشر بيقتل في اطفال والنساء محاصرين. هو السبب شنو؟ والله يا اخي احنا الناس اللي ما بنخليهم يحكموا، واحنا اكتر منهم واحسن منهم، واحنا الامه العربيه كمان حيقول له كمان فيها عنصريه. النبي حيوافقوا؟ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم في شنو؟ ما في جنس قله ادب شطه ده كمان يا جبريل. لا 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 جبريل انت، لكن انت قاعد روحك سيدنا جبريل جد اقسم بالله العظيم. عمر جبرين، انت عمر جبرين، انت ما عمر جبريل، انت قاعد روحك جبريل عديل. سيدنا جبريل ما قال للنبي، ما قال له كده، ما قال له ادخل بالباب ده وانزل هنا. كان بينقل الوحي المسمى عليه، وانت ده كان الروح القدس اللي بينقل الوحي، ما بدي تعليمات. انت ما مسمينك عمر الله، انت قال روحك اسمك عمر الله ولا شنو انت؟ قال له اول حاجه تدخل بباب الشهداء والصديقين، بعدين تمشي للنبي تكلمه تدنو منه، تقول له انا جايك، انا الزول النبوءه. النبي نتنبأ انه في واحد اسمه عبد الرحمن قرين شطه حيخرج اخر الزمان وسيقتل الحاكم الجائر في الفاشر ودارفور، والان هو بهناك. الحاكم الجائر قاعد في بورسودان، وفي بورسودان سبحان الله لما عمر جبريل قرين شطه مات، الحاكم الجائر ده قال انه قاعد وين؟ قاعد بايت في واشنطن. الحاكم الجائر طلع بايت في واشنطن يوم قرين شطه مات. اهل برهان ذاته ما بايت في بورسودان ولا الفاجر، والله بايت في واشنطن في امريكا ولا عارفه ذاته، تخيل. فتعازينا لاخونا خضروات ده، عبد الرحمن خضروات، فيجيتابل يا سبايسي، الواد سبايسي مات.
يا اخي جينا جربوع عاملين لنا بو الناس قومه وقاعده، والذي نفسي بيدي اول مره اشوف صورته، بعرف اسمه بسمع اسمه، لكن الناس متضايقه منه من عنصريته وكده، بتلقى تعليقات. والله اول مره اشوف صورته افرزه والله. وده ذاته يعني قصور مننا، يعني كان المفروض نعرفه. طبعا دي كلها مقدمه، قال لي ده كله مدخل. فاحنا بنعزي قحط اولا، يعني كتلوا اولاد الدعم السريع وما قدروا يحققوا لا مكاسب سياسيه لا عسكريه لا اي شيء. قرضوا الدعم، قرضوا حماية تي، قرضوا ولاد خالته، امبارح ميت له ولد خالته. حجة زهرة ذاتها خلوها شردت. قرضوا البيشي، قرضوا عيال الماهرية وقادة كبار، والقادة قاعدين في الفنادق سكارى. طلع لك الساعة 12 بالليل امشي تيك توك. انا اروح افتكر يا جنة تفتكر شنو؟ فاحنا بنعزيكم في موت قادتكم، ويعني دارين الحان حزينة يعني حقيقة تعبر عن المآسي والقواسي. خش لي بالحزين عليك الله. يا قلبي يا مسكين يا الحبايب، وراك حنان شين حنين يا الحبايب، والله قال حنين سبحان الله. والصدق الجافيين يا الحبايب، وراقك شين يا حنين، الطريقة دي بتهين يا الحبايب، بلقى الصبر من وين بالشطة يا حنان، فرقة الغادي شين وراك شين حي والضمي. جرحي عميق بالحياة عميق الحبايب، مكسور اللي بالعين يا الحبايب، حاطني بين نارين يا الحبايب. بيموتوا زي ناس افلام الكرتون يعني. والله قال له مكسور ضلعين وجرحه عميق وشين وقاعد بين نارين. والله دي توم جيري ما مات، بوصفوا في موتهم سبحان الله. سو لا مرة لا مرتين يا الحبايب، أنا بيبرى لي 200 يا الحبايب، ما بيبرى يا صاحبي، ونلقى السعادة وين ما بتلقى تاني يا الحبايب، ما بتلقى. قلبي شندهاك يا الحبايب، أبعد عن الهلاك، ابعد عن الفاشل. يا قلبي شندهاك يا الحبايب، أبعد من الهلاك. ابعد من الهلاك وين يا صاحبي؟ ابعد من الهلاك وين؟ فاشر، ابعد من الفاشر، ابعدوا من الفاشر، ابعدوا. مشترك ادور كيلاش ندور شاشنا كله فتوة، دقات تدق بمروة، سلاحنا بضرب شو، الراجمات فوفو، الناس ينفي الجو، صلاة وظهيرة رشاق القضية، فاشي قال نتقدم يا جيشنا قوم اتحزم، الدم ردي ما تندم، رمزك سيف والنصر عند الله. ليش ندور مشترك ادور كيلاش ندور، جيشنا كله فتوة، دقات تدق بمروة، سلاحنا بضرب شو، الراجل
الفرق بين الغنى دي الفاشر المحاصرة، ده غنى الفاشر، وده غنى المشتركة. ما غناكو بتاع فرق الغوالي شين، لا لا لا، الفاشر محاصرة. فهمت كيف؟ وقدمت الليلة واحتسب الشهداء. عرفت؟ ده غناهم كده، ما شايفين حاجة غير يكتلوكم بس. أنا ما فاهمين حاجة. وأول حاجة نسأل الله الرحمة والقبول لشهداء معركة كرامة الفاشر، ومن المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين والفرقة السادسة بتضرب مثال للقوات المسلحة الحقيقية، الجيش يعني. ربنا يتقبل شهدائهم، وربنا يشفي مرضاهم ومصابينهم، وربنا يغطي عليهم وينصرهم ومنتصرين بإذن الله. وإحنا نحسب إنه حق الطفلة البريئة اللي عذبوها ناس تقدم وقحت وناصروهم بالإعلام والمنظمات الأخفت قضيتها، ربنا سبحانه وتعالى قاعد ينتقم لحقها، لبراءتها، لصرختها، لدموعها، لخوفها، لكانت براها الله عز وجل من 7 سماوات بينتقم منهم واحد واحد. وما رميت إذ رميت، الليلة دي كانت واضحة. احنا كيف بنقتل القادة ديل؟ بنختارهم من نص القوة بكون فيها 37 تاتشر. الله عز وجل يقتل القائد حقهم. ده ما انت الرامي، دي بركة الله عز وجل. ده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. القادة تقتل لواء قائد متحرك. كيف انت؟ ده ما انت القاتله، ده ما قناصتك، ده الله عز وجل سدد رميكم ونصركم وأيدكم وآزركم، وحتشوفوها وبإذن الله شايفينها. احنا في الفاشر بنشوف المعجزات. مدينة محاصرة من كل الاتجاهات، يأتيها رزقها رغدا. بيجي من وين والله ما عارفين. اللكن ده بيخش الفاجر كيف والله ما في زول عارف. السلاح ده بيخش الفاجر كيف والله ما في زول عارف. الرجال دول ثابتين كيف والله ما في زول عارف. النساء دول ثابتين كيف والله ما في زول عارف. اقرب محطة وين امداد والله دي الا في بلد تانية. اقرب محطة ليهم وين والله الا في بلد تاني، الا سنار دي ما بلد تاني من الفاجر بتمشيها في كم 7 يوم تكون مسافر ما بتصلها. اقرب لك تخش افريقيا الوسطى ولا تشاد، وبرضه ما بتعرف يجي من وين. فربنا سبحانه وتعالى ناصر الفاشر باذن الله، ومؤيد الفاشر باذن الله بنصر معزز. واحنا ما محتاجين نشوف النصر ده نهايته يرفعوا العلم ده فوق راس عبد الرحيم ده قالوا لا يغزوا فيه وغز في بطنه دي، لا هو ده كده انتصار، واللي بيحصل ده انتصار. تاني ما عندنا حاجه. دعوات المظلومين، دعوات الارامل، دعوات الاطفال، دعوات النساء، دعوات المغتصبات، الله عز وجل يستجيب لها من فوق 7 سماوات. وده الاستجابه، ما في 2 3. والفاشره تنتصر ولا ام درمان اللي فيها 22 معسكر؟ الفاشره تنتصر ولا الفرقه الثالثه اللي ما عليها حصار؟ الفاشره تنتصر ولا سنار اللي فيها اكثر من 7 جيوش؟ لا ده شغل اله يا زلمه، ده شغل بتاع اله، ده ما شغلنا احنا، ده ما شغل جيش ولا مشتركه، ده شغل الله عز وجل ما بتقدروا عليه. ربنا سبحانه وتعالى ناصرهم، كل يوم والتاني بتسمعوا بكاهم وبتسمعوا عويل وبتسمعوا صراخ وخلافات. ما تمشوا الفاشر، ما تمشوا، لا حتمشوا الفاشر، دي ما مغبرتكم باذن الله. حتمشوا والله ربنا يسوقكم للفاشر، تموتوا في اسواره، والله تموتوا في اسواره. ومننا الفاشر لجهنم بالخطوه السريعه، تدق تباهك دي قدام باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدموع الطفله دي وصراخها. اقسم بالله العظيم وعزه الله، ربنا سبحانه وتعالى ما حيخلي فيكم غاية حي ولا واحد، كل الظهروا. فضلتوا كم يا عمر جبريل انتم ما بالعدد؟ خلينا من قوات الدعم السريع وآلاف الدعم السريع وسلاح الدعم السريع ورباعي الدعم السريع كده. خلينا انتوا فضل فيكم كم؟ احسب، اقعد احسب يا عمر جبريل. فضلتوا كم؟ فضلت انت والجوفاني المذيع كان عندكم منه، وكيكل ده امبارح براو بيتكلم لقناة الحدث والعربية، بيقول لنا العمل الخاص قتل ذراعي اليمين مش مستشاري، يقدروا بيصلوه ذاته. فضل لكم منه انتوا تاني؟ عمر جبريل انت العين عليك،
ما عيننا احنا، عين الله عز وجل يعني. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والله يا عمر جبريل تجيك في حتتك والحينعاك السكران الثاني ده الاسم منه يأجوج ومأجوج. وده عايش لشنو؟ ما طلع في فيديو قال انا في الدعم السريع امي وابوي ما راضين عني، واخوه شقيق وانجغم بتاع ماني خايف، هو قال ماني قايد، هم طلعوه قالوا ماني خايف. خليكم في ماني خايف دي كلكم ان شاء الله باذن الله، كلكم تبكي عليكم حنان في فنادق يوغندا، وتبكي عليكم الكلبه بتاعت الجنجويد في فنادق الامارات، وانتم ما في زول فيكم لا حتصلوا سلطه ولا حتشاركونا في دوله. موضوعكم منتهي يا زول. هسه احنا بقت العين عبد الرحيم طالع لنا فيديو حسي قالوا عبد الرحيم قبضه. ما حيتقبض عبد الرحيم لانه في خلافات في قاده الدعم السريع. ليه عبد الرحيم واخوه يقعدوا برا والقوني واولادنا يموتوا في اسوار الفاشر؟ هو ده كلامهم، ده ما كلامنا احنا. ده بكاكو يتو، بكاكو يتو ما بكانا احنا يا هندل. بيطلعوا بالصوره والصوت بيوجهوا رسائل لقاده الدعم السريع. شوفوا الكلام الحار، ها شوفوا كلامه الحار. ابكي فاشل كمل ناسنا، والله الفاشل كمل ناسنا. يوميا نسمع في الفاشل راجل الفلاني وقع، خيرة الرجال راجل الفلاني وقع، راجل الفلاني وقع. لا 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 والله ده ما عديل. والفعية دي فيها خيانة، والله العظيم الفعية فيها خيانة من الخيانات، من الخيانات، من الخيانات. يوم الناس ما وقع بس الا راجل خيرة الفلاني وقع، راجل فلاني وقع، راجل فلاني وقع. والله الكلام اليوم ذاك انا سمعت واحد راجل بقول 2 جمال ما بوصون في مرة واحدة. كلامه ده حقيقة. 2 لواء 2 علوية ما يخطون في منطقة واحدة. عندك النور قبة لواء وابن شوك لواء. راجل قال 2 جمال ما بخطون في مراعب الواحدة. لا معقولة. بكرة ده كان السلام تم، بكرة كان السلام تم. هم بمشوا بصور فيها السلام ونحن النار تاكل فينا ليه يوم القيامة، النار ترطى فينا ليه يوم القيامة. والله العظيم كل يوم نسمع خيط الرجال اللي وقع وين وقع الفاشل وين. قال لك هم في النهاية بيمشوا للسلام القيادات ديل، واحنا النار تقعد فينا ليه يوم القيامة. الا كل يوم نسمع خيرة الرجال وقع في الفاشر. وقع وين؟ وقع في الفاشر. قال الكلام ده كده ما بيتم. اسمع هسه انا قالوا لي رساله جماعه ترسلها الجماعه، قلت لهم خليه يسمعوا. دي الحقيقه، الناس يا اخواننا الناس الحقيقه ما تبرعها والصح ما تبرعها. دي الحقيقه. وانا هسه الجماعه بيقولوا لي عبد الرحيم قاعد في الفاشل. عبد الرحيم ما قاعد في الفاشل، والله قالوا لي في الفاشل. والله ابو قاشد ده ما في الفاشل. عر الزمان خلى العيال يوم الطيران برتاح فيهم، يوم الطيران برتاح فيهم. ويقولنا الفاشل شنو؟ ما نسمع الفاشل متحرك منطق. قالوا له عبد الرحيم ده قالوا قاعد في الفاشر. قال لهم في الفاشر شنو؟ عبد الرحيم ده عر الزمان ما بيقدر يقعد في الفاشر. قال لهم قال لهم ما بيقدر يقعد في الفاشر، يموتوا فيها اولادنا بس. ده الكلام ده الدعامه جوا راسه مسخن يا صاحبي. لسه شفتوا شي انتوا؟ الفلاني ماشي الفاشل متحرك من عندنا الفاجر حقه شنو؟ هسه النهار ده يوم عندك الخيادي محمد العداري يوم اللي مات فيه ده، الجماعه اتصلوا بها ناس الفرقه قالوا لهم تعالوا نسوي الصلو ونسلمكم الفرقه. 7 ادارات من الدعم، 7 ولا 8 من الادارات من الدعم. الجماعه حق الفرقه رصدوا محلهم وضربوها. الله اكبر. استشهد فيها محمد العداري. الله اكبر. ودني واحد كان ما نسيت اسمه زير سالم ولياته كلها جرح كبير، جروح كبير، والباقي عرضوا. قال له عملوا له كمين، قال له تعالوا نسلمكم الفرقه. 7 قيادات من الضعيف مشوا. قال الجماعه رصدوا مكانهم شقون كلهم، منهم الزير سالم ومنهم منو، والباقي عرضوا. قال لك حي انا ابكي. خيانات كبير. كل يوم الطيران مقطع فيها، وكل يوم حارق لنا سميم قلبنا. الفجر دي كمان تقدروا له خلوه عديل، والله خلوه عديل. حي انا كلهم عندهم، والله كلهم عارفين. تالي خير الرجال عندهم، رجال بيتدوسوا كلهم عندهم. والله الفيديو ديل فيديو جماعه مفوف وسايد والله، ولا بيتدوس. قال لك
الجماعة اللي بيداوسوا كلهم انتهوا في الفاشر، المفروض ديل انففوا، لا بيداوسوا ولا حاجة، انففوا عمر جبرين ولا بتداوسوا. انا حاسس اليوم ولاك سامي لي خبر دافوني في جروب، لقيت من الجروب ده دافوني فوكا ومسكوا لي واحد بسأله فوكا قال نحن نتعاملوا مع ابو نشوب. بيجيب لنا المعلومات ابو نشوب، نحن عندنا واي فاي وابو نشوب كله عنده واي فاي، كل بيجيب لنا معلومات وبيجيب لنا الطعم. خلاص الفايل دي فيها خيانه. الزول ده ابو نشوك ده ماليوه، واحد قائد من قادة الدعم السريع، فقال دخل جروب، والجروب ده فيه واحد قال ابو نشوك ده قاعد يشيل المعلومات يوديها للجيش يوديها للمشتركة. طبعا الدعامة ما بواسف في روحنا. الفاشر ما فيها خيانة قادة الدعم السريع يا اخواننا. ليه يا عزيزي؟ لانه الفاشر جوا محاصر، انت ما بتجيها من برا، انت بتجي تهجمها. الخيانة تجي من وين؟ الخيانة لما تخش الفاشر يقفلوا عليك الفاشر كويس، يقول لك تعال نسلمك الفرقة ويقوموا يغدروك، دي اسمها خيانة. الغادة يسلموك. لكن انت جايهم من برا، خيانة شنو؟ انت ما راكب تاشر جاي تهاجم الفاشر، ادقوك الرجال ديل مت، ما فيها اسمها خيانة. لا خانك ابن شوك ولا خانك علي يعقوب، ركبوك الرجال اللي في الفاشر، ركب عديل عينك عينك، ما جيتون انت يتحمل نتيجة جيتك. ابكي لسه. زول ده فيديوه سمح، والله فيديوه سمح. قول تاني قول. خلاص الفايل دي فيها خيانة. الجماعة خلاص ما بيقدروا على دي يخلوها. كمل لنا الرجال كل يوم راي الخلط، الرجال واقع كل يوم راي الخلط وهم راقدين مرتاحين، هو يخونوا فوقهم. شباب من هنا رسالة سمعتوها، اللي سمع ما سمع والله تقرب بالفاشل قعدت مع اولادك وحمى بكره السلام لتيب. الله اكبر. قال له الرسالة ليكم، السمع سمع والما سمع تقرب للفارش تعتم اولادك وهم بكره يقعدوا للسلام يبيعوكم. اسمعوا انا بوصلها لهم، والله رسالتك تصلهم، والله دي امانه كمان اهلنا وصلها. قول لنا الرجال كل يوم راي الخلط، الرجال واقع كل يوم راي الخلط وهم راقدين مرتاحين، هو يخونوا فوقهم. شباب من هنا رسالة سمعتوها، اللي سمع ما سمع والله تقرب بالفاشل قعدت مع اولادك وحمى بكره السلام يتم، وانت والله نار الخيامه تاكل فيك ليه يوم الخيامه. نار الخيامه اللي بده يسمع اللي ما بده يسمع. الفايد دي خيانه من الخيانات. اثنين علويه عن نور قبه خاين وابو نشوف كله خاين كل بس. قال لك النور قبه خاين وابو نشوف خاين. والله فجر ثقيل يا اخوان، اقسم بالله العظيم فجر ثقيل. الدعامي قاعد يبكي، قال لنا يا اخوان الفاشل خلوها، الفاشل ما بتقدروا عليها، بتموتوا كلكم فيها، وخيارات الرجال ماتوا فيها. فنسأل الله انه يحفظ الفاشر ورجال الفاشر مشتركة، حركات الكفاح والقادة والإدارات الأهلية، الأمهات، الميارم، الأطفال، النساء، الرجال، الفرقة السادسة، القوات المسلحة المشتركة، هيئة العمليات، الاحتياط، الشرطة. حفظ الله الفاشر ونصر الله الفاشر، ودي الفتوحات بإذن الله. امبارح القوات المسلحة عملت انزال في الفاشر، وده ما عنده قيمة. ما دام بتقدروا تنزلوا امبارح، الليلة تنزلوا وبكرة تنزلوا وبعد بكرة تنزلوا، وحسي دي احنا بنتكلم تكون الطيارات شغالة انزال للفاشر. اذا تأخرت العملية دي فهنا في تباطؤ، في تواطؤ. في قادة في الجيش يقول لك احنا والله لو دعمنا الحركات دي ما بعدين بيبقوا لنا ميليشيا زي الدعم السريع، وبيبقوا لنا بعبع والجيش تاني ما بيقدر عليهم. ده والله مشكلتك انت يا زول، ده قصورك انت. ما مرقت من نيالة سحبت جيشك خليتهم براهم، مرقت من الفاشر سحبت جيشك خليتهم براهم، مرقت من الجنينة سحبت جيشك خليتهم براهم، مرقت من الضعين سحبت جيشك خليتهم براهم. الليلة لما الشعب السوداني يقيف معاهم، والليلة لما الناس تآزرهم وتناصرهم، تجي تقولوا لي والله بعدين الحركات دي ما بتقدر عليها. وتقدر عليها ليه؟ ما تدمجها باتفاق، انت ما متفق معاها. ما تدمجها باتفاق وقسمت الحاجات، خلاص اديتهم حاجات وانتهى الموضوع. خايف من شنو انت؟ خايف من شنو؟ ما هو ده جيشك انت قافله في المعسكرات. ده الغلط الحركات المسلحة ولا غلطك انت؟ حسك جبتهم سحبتهم من 4 حاميات عسكرية بما فيهم سحبتهم من الحامية بتاعت مدني.
وسحبتهم من سنجة، ما تحركهم تلبسهم تسلحهم وترجعهم أرض القتال. أنت لاميهم في جبيت، أنت لاميهم في سنار، أنت لاميهم في كرري، وتطلع تقول لي يا ياسر والله إحنا حنودي جيشنا من درمان نوديه دارفور. أنت سوق ليبيا ما قادر تخشها. واحد في لايف بيتكلم قال يا أخي الناس اللي بينتقدوا في ياسر العطا ده الناس ديل ده خط بتاع جنجويد. أول حاجة ياسر العطا ده بدا عن القادة قبل الحرب دي، من يوم المشى الزرقاء ديك وتكلم عن تكتيك الجيوش وحجم الجيوش. ياسر عطا بيتكلم كلامي. أنا أول سوداني قلت دولة الإمارات دولة مافيا، وتكلمت عن سفير. ياسر بيقول كلامي بالنص، مش بيشبهه، لا بيقولوا بالنص. أنت ما بتوريني ياسر. الحاجة الثانية ما تقعد في حتة أكبر من حتتك، ما تقعدوا لنا تقول لنا والله ناشطين ويدعمون الجيش انت زول بدوك معلومة، انت ما بتحلل ولا بتصنع حدث. انتوا كلكم ما بتمشوا ورا الكلام اللي احنا بنقوله والحدث اللي احنا بنصنعه. ياسر كذاب. هسه انا لو دار اعصر ياسر بس عشان كلامك ده اقسم بالله العظيم تاني ما يطلع يتكلم قدام زول. هسه اجيب له 4 تسجيلات قال انا عندي متحركات 9 متحركات داخل مدني، الكلام ده له 5 شهور. قال احنا من هنا استلمنا الاسلحه واستلمنا سلاح نوعي، قال الكلام ده لقناه الحدث قبل 3 شهور. يعني اتفقنا مع روسيا وعملنا معاه اتفاقيه عسكريه واتفاقيه بتاعت موانئ وسلاح نوعي، ده 3 شهور. اتكلم في قناه تلفزيون السودان قبل شهر، قال التعليمات جات وحننتشر في الخرطوم وحنتحرك. ليه ما عملت الكلام ده؟ تاني طلع قال لنا والله يا اخي خلاص ايام حتشوفوا الحاجه دي. الحاجه دي قال اول امبارح، تحسب اول امبارح يوم وامبارح يوم والليله يوم، ديل 3 يوم. قال يومين 3 كده بيشوفوا. هسه احنا لازم نشوف في اليومين 3. تيجي تقول لي يا اخي اللي بيقول كده في ياسر ده كلام بتاع جنجويد، خط جنجويد. بتحدد الخطوط انت؟ احنا اللي قاعدين نصنع الخط، احنا بنقول كده ده خط وده كده خط. انت ذاتك ما بتطلع تنتقد. كنت في البرهان وفي ياسر عطا وفي الجيش، احنا قلنا البرهان ده يقعد، البرهان ده قاعد مزهريه. هسه احنا ما شغالين، الجيش شغال. كان مثبت منه وعامل فيها بيثبت في الجيش. هسه مرق كده بيريتين ذاته فكت. دار تورينا احنا ياسر نقول له شنو ولا ما نقول له شنو؟ كذاب ياسر، بيخدر في الناس ياسر لانه ما قاعد في الفاشر ولا مع المشتركه، ما بيقدر يخدرهم. ديلك شغالين شغل رجال، جده عامه بيمشي ببله، انتهى الموضوع. بيحققوا انتصار حقيقي، بيطلعوا بيأمنوا وبيمشطوا وبيجوا راجعين. فالكلام ده ياسر بيسويه هنا؟ ما بيمشي هناك سنار بيقول الكلام ده، بيمشي هناك المعاقيل، بيمشي هناك شندي عشان يثبت الجيش من الحركه، مش يمشي يحرك الجيش. تقدر تورينا ياسر انت؟ كذاب هاي، وانت ذاتك مضلل، وانت اللي ماشي في خط الجنجويد. خطكم بتاع الجنجويد انه الجيش ما يتفكى. وحس انا ببشر الشعب السوداني، كل يوم تشوفوا قايد يطلع يحوم في معسكرات ويقول للناس احنا بكره حنطلع، احنا بعد بكره نطلع. ده مؤشر استخباراتي بتقراه قيادات القوات المسلحه انه الجيش ده حيتحرك، لازم احنا نسيطر عليه، والا حيطلع بدون القيادات بتاعته، واول زول حيتبلى هم القيادات. الجيش ده لما يفتح الباب ده ويطلع براو، انت قال حيبل الجنجويد؟ لا حيبل القائد، ما حيبدا يحسب له، من الاول. الجيش ده بيدفع في ثمن بتاع خيانة قادته، بيقعدوا في الواطة بعدين لما الباب ده يتفتح. وأبشركم أقسم بالله العظيم وجلال الله وعزة المعبود، شفتوا الفوران بتاع الجيش ده ما بفوت له أسبوعين ما بيتحملها، والله أسبوعين ما يتحملها. الجيش ده لا مرقته قيادته حبابة، ما مرقته قيادته، مارق براو. حيقعد القادة ديل في الكرسي ويحاسبهم. الجيش ده الليله بيدفع في ثمن منو المنع التسليح بتاع القوات المسلحه وسمح بتسليح الدعم السريع خلال السنوات اللي فاتت. ما تقول لي ده حمدوك. برهان ده ما قاعد في الكرسي ده في اللجنه الامنيه مع البشير له 30 سنه، ما شايف الدعم السريع؟ الجيش ده لما نفتح الباب ده، عشان كده حس ياسر يسيطر عليه، كباشي يسيطر عليه، برهان يسيطر عليه، هيئه الاركان تسيطر عليه بعمليات عسكريه ما في مشا. قايلين انه بيقدر يسيطر عليه، ما بيقدر يسيطر عليه. انا ابشرك شوفوا الجيش ده اقسم بالله العظيم الاسبوعين الجايين ديل ما بتمين ولا علي كيفه، لانه الخريف ده حسي في القضارف دي انتهى. اول حته حتكون مرصوده ومهاجمه القضارف، لما الدعامه بيخشوها بليست بتاعت اسماء الضباط والجنود والعساكر، اسماء بيوت ونسوان واطفال، بيجوك طوال اول شيء بيبدوا بيك.
في القضارف لو ما اخذوا حذرهم وتحركوا الليله دي ومشوا لحد الكوبريبيكا ومشوا سنار ومشوا الدندر، والله العظيم اسبوعين الخريف ده يقف، الدعامه دي اللي يكونوا والله تيجي تلقى جوا البيت طالع فيه مرتك قدامك. والمره دي ولا فزل بيحصلك، والمره دي البرهان لو لا قدر الله حصلت حاجه بيركب طيارته وبيجد. الجيش يكون فاهم الكلام ده، ما تقعدوا تضللوا في الناس. الجيش احنا بنقول حيتحرك، انتوا تثبتوه، تقولوا الناس يسمعوا كلام ياسر، ما بنسمع كلام ياسر. قول الناس يسمعوا كلام كباش، ما بنسمع كلام كباش. الناس يسمعوا كلام برهان، ما بنسمع كلام برهان. عشان الجيش ده هو اللي دفع الثمن. المنع تسليحه منه ما البرهان، والسمح بتسليح الدعم السريع منه ما ياسر عطا وكباشي ما كانوا شايفين. الليله لما نصل مرحله انه انا اكون مجهز ومستعد، تقعد تلف لي وتدور. متحرك السنجة ما طلع، متحرك الدندر ما دخل، احنا منتظرين تعليمات ادم هارون. الطيران اول حاجه يعمل لي تغطيه. لما فقدنا في النهايه احنا اللي فقدنا خيره الرجال. هو الدعامي ده زول، احنا اللي فقدنا خيره الرجال. خيره الرجال بالقانون، بالشرعيه، بالوعي، بالوطنيه. دول كلهم خريجين كليه حربيه، كان عساكر ولا ضباط. الدعامي ده بيدفعوا له قروش حتى عبد الرحيم ما بيداله له كاش. بيقول له امشي اقتل المره ديك واغتصبها وشيل عربيتها وشيل بيتها، حقك حقنا احنا ديل المسؤول من القوات المسلحه تحميه. اللي بيحصل الان في السودان ده من الذله والمهانه اللي بتقبل القياده دي لمواطنينا. امبارح المواطنين بيطلعوا من مدني، انتوا عارفين بيطلعوا كيف؟ نسوان. ما بتكون عارف المره دي مرقت من مدني تعرضت لشنو، انت الحاجه دي ما تسال منها. ما بتكون عارف انها تعرضت لشنو لحد ما تمرق من مدني، بس تكون عارف انه النفر بيدفعوه 80 مليون. يهود الجيش قاعد في الكاملين، قاعد في الكاملين نص ساعه بيخش مدني ما بيتحرك لهم. المرة تيجي مارقه من مدني دي، من قرى مدني، الليله بتدفع 80 مليون جنيه. البنصوره ويناصره منهم الجيش ده القاعد في الكاملين، لانه القائد يرى انه ما ادى تعليمات، ما لانها ما مرته، ولو كانت مرته ما كانت ادى تعليمات. ما هو ده حسي دي بقال ده واقف في البيت بتاع ياسر عطا بتاع امه ذاتها، ولو كانت امه في اللحظه دي قاعده في البيت ما معروفه مرقت ولا قاعده لليله، ياسر ما حرك الجيش مشى له. قلنا لك اضرب بيتك ده ذاته طيران عشان ما يلوي لك يدك وعشان ما يتطاولوا عليك. ابراهيم بقال عارف رمزيه المراه في السودان بتاعنا شنو؟ مشى الليله صور فيديو من بيت كنتاني يا ياسر عطا. لو الجيش داير يتحرك، قيادته داير تتحرك، كان مشى نصر المره دي. وتاني الناس دي ما بيقعدوا لك، وتاني الناس دي ولا في حاجه اسمها تعليمات. الجيش ده حيتحرك ولازم يتحرك. اهو ده الخريف حينتهي. جاي انك حسي في سنار وجاي انك حسي في القضارف. اذا انت ما مشيت سكر سنار في خلال الاسبوعين ديل وحسمت الموقف ده يا جيش بتاع سنار، سلم سنار واطلع بس. سلح المواطنين والجيش يتخارج. لانه الخطوه اللي بعديها طوالي حيجوك سنار وحتنسحب. التدوين ده لو ما وقف في سنار انتوا معناه ما شغالين حاجه وما قدرت تشتغلوا. التدوين ده حيجيب في سنار في حتتين، تمرقوا من سنار ترجعوا جبل مويه. جبل مويه ده كان قطعه من السودان، جزء من السودان، واجبك تدافع عنه. انسحبت منه انسحاب تكتيكي ترجع له. احنا ما بنخليك هنا الاسبوعين ده غير انكم تمرقوا ما عندكم شغل. الليله الناشطين اللي بيدعموا في ياسر عطا ويقول لي انت بتكذب وضخط جنجويد، انا بقول لياسر اخلي الجيش ده يمرق، انت بتقول لياسر خدر الناس، خدر القوات المسلحه، خدر المجاهدين، ما تمرقوا. اشبكهم بعد شهرين، بعد اسبوعين، بعد يومين السلاح جاي. ياسر بيكذب، كذاب. قال في قناه الحدث احنا متفقين مع روسيا وجبنا سلاح نوعي. حشوفوا الكلام ده له شهرين ما ظهرت حاجه. مفروض تظهر حاجه، ليه ما ظهرت؟ ليه ما ظهرت؟ وينو الانفتاح بتاع بحري؟ وينو الانفتاح بتاع الخرطوم لحد كوبري الحلفايه ما يتدق طيران؟ يتدق صواريخ تلقى داقي وانت ذاتك يا ياسر عشان تلقى لك حجه ما تمشي تقطع بينك، تلقى ذاتك انت تدقي. والكوبري ده الدعم السريع مديك شهر كامل ما سالك من كوبري الحلفايه. دور من الحلفايه دي مشى سقط سنجه وقعد هناك يتقطع بالخريف، انت ما قدرت تقطع بيه جيشك.
تيجي تقول لي يا اخي والله يا ياسر ده الخط اللي بتتكلم، خط الجنجويد انه الجيش ما يمرق حسي، خط امريكا انه الجيش ما يمرق حسي، خط البرهان انه الجيش ما يمرق حسي لحد ما الخريف ينتهي. كل يوم يخدرونا بحاجه. الشغل بتاع الفاشر ده ما داخل في شغل الجيش ولا محسوب ولا عنده بينه اي علاقه. الفاشر شغله ده شغل مواطنه، كان بقى حركه مسلحه ولا بقى فرقه ساته ولا بقى مستنفر، معزوله محاصره ما عندها اتصال مع قيادتها، يبقى هي دي منطقه معزوله. شغل الفاشر ده ما تحسبه يا جيش، ده ما شغلك، ما عندك معه اي قضيه. وريني شغلك اللي انت عامل له هيئه اركان جواله، واللي انت عامل له هيئه اركان قاعده في القياده، واللي انت عامل له خيره ضباطك. ده شغلك انت جيشك ده. وريني جيشك اتدخلت له 75% من المواطنين بقوا مستنفرين فيه، ده جيشك. وريني عملت به شنو؟ تبدا تتحرك لي به. الاعذار الواهيه دارين نقطع وما نقطع. جينا تكلمنا قلنا والله يا اخي الجيش امكانيات واستعدادات، والناس قالوا لي انت كده بتكشف الجيش للدعم السريع. ما انا جيت كشفت لك الدعم السريع في قريه من القرى حول الحواته ونصب 3 مدافع، مشيت دقيتها انت؟ اول امبارح ما جيت كشفتها عليك؟ مشيت على الحواته انت؟ دخلت امنت القرى بتاع السنجه ولا الدندر؟ ما سامع انه الدعم السريع بينصب في مدافع، حتدون الحواته وحتدون القضارف، فاضل له اسبوعين ويبدا يشغلها، واحتمال يشغلها قبل الاسبوعين. مشيت له وانت ما كشفت لك الدعم السريع وين؟ تيجي تقول لي يا اخي جيشك في المعاقيل قاعد بالالاف، دباباتكم قاعده بالالاف، دانات قاعده بالالاف، صرصر قاعد بالالاف، تاتشرات بالالاف. انت يا غسان ويا ود العمده قبل ما تمرق من الخرطوم ما مشيتوا شندي جبتوا تاتشرات 24؟ ما صورت خدتيها قلت لي دي الدفعه الاولى 300 تاتشر 2024 ما تمرقها. كل دقيقه والتاني ضربنا برميل في المصفى، ضربنا برميل يا اخوي. هوي مؤشرات انه الجيش ده يتحرك بتعليمات قيادته الاستراتيجيه انك تمشي تحاصر لي المصفى ده من 4 اتجاهات تستلمه، تمرق كتيبه من هنا، تمرق كتيبتين، تمرق الجيش كله. انا ما عندي معك شغله، لكن حسي انا بقول شندي قوات المسلحه في شندي والقياده حقتها والوالي حقها وياسر المشى زارن ومعاه اللبيب، دول كلهم طوابير. مؤشر شندي وانتصار النهر النيل انها ترجع حجر العسل. غلبتكم حجر العسل، ما قدرت تمشوا تهاجموها منتظرين الدعم يجيكم، بيجيكم وبتنسحبوا زي الباقين. ما تعمل لي ده جيش شندي وده ما جيش شندي، بتنسحب زيكم زي الباقين عادي. فانا داير اعرف انه انت داير تقاوم، داير تقاتل، تطلع لي من شندي دي تمشي حجر العسل. حجر العسل في مداخل منطقة شندي العسكرية، ومن مسؤولية القائد حقها، والتحرك فيها ما بيحتاج لغرفة قيادة وسيطرة لأنها داخل حدود مسؤوليته، دي ما بتحتاج تشاور فيها ولا برهان ولا غيره. ما حركت جيشك مالك ليه حجر العسل؟ ما حركت جيشك ليه حجر العسل؟ راجي شنو؟ منتظر الدعم السريع يمشي حتتين تانيات ينصب مدافع يبدأ يدون في شندي، المواطنين يطلعوا. يطلع خليفه دنقر حيكتب لنا جيشكم كالعاده ينسحب وخلي المواطنين. اللي امبارح خليفه دنقر بيدافع عن الجيش في المناقل بيقول لي يا اخي ما تخلي الجيش يطلع من المناقل، انت دار تسقطها، انت دار تكسر ظهر الجيش. الجيش اللي في المناقل ده كله خليه، ودينا الجيش بتاع النيل الابيض جاكم ضيف، ودينا المستنفرين وانا مارق لكم من المناقل. خليك انت وجيشك ده اللي بتدافع عنه، يا بتاع حزب البعث يا جاسوس يا طابور، وانت وياسر واللي بيدافع عن ياسر، خليكم قاعدين في المناقل. لكن انت لما تيجي توري الناس انه المناقل محاصره من 5 محاور والجيش لسه قاعد في المناقل، فرصه ومحاوله انه يمكن يضرب له واحده من المحاور دي ويدق الدعم السريع، ما داري يجربها. احنا ما حنخلي الجيش طبعا يدينا سلاحنا ده ويدينا تاتشيراتنا ويملصوا الكاك ويبقوا مارقين. شوف ربهم ايه، حنصل معانا المرحله دي يا زول، يا تمرق الشارع يا تملص كاكيك. ده عربي واضح. دار تسلم مرتك وبنتك وامك واختك للدعم السريع براحتك، انفذ بجلدك، او ابقى دعامي عديل، ما عندنا لك حاجه. وغايدك دعامي، انت بتفرق معانا امشي ابقى معاهم دعامي. لكن حسي دي احنا المره دي تمرقوا تخلوا مخازنكم للدعم السريع، تخلوا السلاح للدعم السريع، تخلوا الدبابات للدعم السريع، وتطلعوا تبكوا لي في سنار قلوبنا موجوعه والله الانسحاب من احمد الطيب والقائد بتاعنا خاننا. الكلام ده احنا ما حنسمعه من الجيش ولا يفكر فيه اصلا، ولا يفكر فيه. مؤشرات الانتصار بتبدا بخطوه، بديتوها حسي حبابكم، ما بديتوها انتوا ذاتكم طوابير. عربي واضح. احنا ما بنقول ال الكلام ده بفراغ. والله العظيم افتح لكم مع صوره بتاعت الجيش ده واحليه لكم، اقسم بالله العظيم تامنوا.
انا ببشركم الجيش ده خلال الاسبوعين ده بيتحرك غصبا عنه، لانه الخريف، وقبل الخريف ما يبدا يتحرك الدعم السريع حركته لازم يبدا يدفع يحرك المدافع حقته للمنطقه المستهدفه. فهو لو دار يعمل اي تحرك الدعم السريع حسي، هو لو بيحشد ولا هو درب نفسه ولا كده منتظر الخريف ينتهي، فمعناها في حتات حيحرك فيها المدافع. هسي بدا يدون في سنار، ده شغله كده واضح انه هو مستهدف سنار داخل سنار. سنار دي مواطنه مستنفره، قوات المسلحه قياداتها. هسي انتم ما غيرتوا الربيع ده، جبتوا ولدكم ده اللي هو عبد المنعم، عمل شنو؟ ما له حسي اسبوعين شغال، عمل شنو؟ استرد جبل مويه؟ لا. طلع جيش من سنار مشى جبل مويه استرده؟ لا. مشى سكر سنار؟ لا. ضرب سكر سنار؟ لا. دون سكر سنار؟ لا. استلم مدافع اللي بتدون سنار؟ لا. حرر له قريه من يا اخي اقرب قريه لمركز سنار دي على بعد 12 كيلو كده. قبل اسبوعين قاتلين فيها 85 مواطن. جوهم يوم خميس قالوا لهم حنغتصب بناتكم وبتاع. المهم دقوا معاهم ذخيره، قال لهم بكره بنجيكم. جون يوم الجمعه قاموا المواطنين ساقوا البنات طلعوهم برا القريه دي. الدعامه جو وين النسوان وين البنات ما لقون، قتلوا 85 مواطن على بعد 12 كيلو بس من هيئه القياده بتاعت سنار. قاعد فيها اللبيب الراجل ده، وقاعد فيها عبد المنعم ده ذاته، وكان قاعد فيها الربيع ده ذاته، وقاعد فيها كباشي ده ذاته، وزار ذاته برهان، وما مشى له الجيش. ما تقول لي دار انتصر، ما تقول لي انا على انتظر قياداتي. انت قياداتك دي هي قاعد تسلم في البلد، قياداتك بتسلم في الحميات العسكريه. ضمني شنو انه غايتكم ده ما طابور؟ ما في ضمانات. المؤشر بتاع انه بيبدا يتحرك في الميدان هو ده اللي بوريني انه ما طابور. لكن حسي هو قاعد نفس الحاجه اللي بيعمل فيها الربيع. حسي انا هخش للقائد بتاع سنار ده حيقول لي نفس العذر، والله ما جاتني تعليمات. نفس الكلام اللي بيقولوا الربع، ما جاتني تعليمات، ما رسلوا لي طيران. الدعامه دي اللي بيخشوا الغرة بطيران مش؟ الدعامه دي اللي بيخشوا الغرة ويغتصبوا النساء ويخطفوهم بطيران مش؟ شفتوا الفيديو بتاع الدعامه الراقد في نص البنات المخطوفات دي اللي شفتون منومينهم في الوطا؟ كمان بقى يرفعها فيديو. احنا الحاجات دي ربنا يعني بس ما خلوها. بس المهم الجيش داير يتحرك بتين. لما انا انفتح في المدرعات ارفع مطالبي للقياده. انا الليله اتحركت والله يا اخواننا محتاج دبابات، انا الليله اتحركت محتاج غطاء جوي، انا الليله اتحركت محتاج ذخيره ودعم. هسه المدرعات دي لها كم يوم واقفه، بدوا يتحركوا كده وقفوا كم يوم. اول يوم سافر فيه البرهان اتحركوا، جا راجع تاني ما في زول فيهم فك طلقه، تمشيط بس. حيكون عندها نقص في حاجات. رفعت القياده، احنا والله بدينا نبدا العمليات البريه واكتشفنا انه عندنا نقص في مدفعيه، نقص في دبابه، نقص في 23، نقص في ذخاير. حيكونوا طبعا بجاي يثبتوها. ليه يثبتوها؟ انا ما عندي اكثر من 20,000 مقاتل قاعدين في وادي سيدنا وكرري. استجابوا لنداء وزير الداخليه ورجعوا الخدمه من الشرطه. انتوا عارفين انهم كم في ام درمان؟ 14,000. 14,000 رجل شرطة، ضابط وضابط صف وجنود. 14,000. احنا بينا الانتصار ده بس زول راجل يقول للناس يلا اولادكم حسب بشرونا من الميدان، بيقولوا شهر 10 ده باذن الله الجزيرة ومدني محررة. لا ما بننتظر شهر 10. انا وعدي قالوا لي الجيش، مواعيد قال لي الجيش، ما قاعد يشتغل بها. دارين تكونوا صادقين، دارين تكونوا صادقين. هيديك مدني تمشوا عليها. دارين واحد من المتحركات يصل مدني، حتى لو استشهدوا كلهم ورونا انكم استشهدتوا في اسوار مدني. واحد يستلم له كوبري، واحد يدون كوبري، واحد يدون الفرقه بتاعت القياده. الليله احنا اكتشفنا في حله كوكو في اسواق الحاج يوسف، السوق اللي اتدون ده نزل قبليه، نزل الفيديو للسوق اللي اتدون طوال قحاته. قالوا المدنيين طلع محمد عصمت ديكور الحفلات، رجل الشايب العايب الخايب الباطل الجزمه، قال يا اخي تدوين المدنيين ده
ما حيخدم حاجه ودي جريمه. بعد ما شاف الفيديو بتاع الحاج يوسف، مدنيين منو يا زول؟ تمام، هو اللي بيتكلم لابس كاكي بتاع دعم سريع، بتاع حمار ولا شنو؟ هو رافع الفيديو لابس كاكي بتاع دعم سريع. قاعد تسوي شنو في الحاج يوسف انت؟ قاعد تسوي شنو في الحاج يوسف؟ ما تبقى زي الجياش اقعد في حاميتك العسكريه، كان في الكدرو ولا حطاب ولا في، ما عندنا حاميات عسكريه قاعدين فيها جنود، ما الدعامي يقعد. قاعد تسوي شنو في السوق انت؟ يطلع محمد عصمت يقول لك استهداف مدنيين. نزل بعديه فيديو نزلته لكم في الصفحه، السوق بتاع الحاج يوسف. لا حول ولا قوه الا بالله، اقسم بالله العظيم تشوف السوق ده لا يمكن تتخيل انه دي في زول مدني واحد فيهم. الناس دي خاطين البنجو، السلاح، البنزين، عربات المواطنين مشلعه. الناس دي ماشيين كانه فعلا ياجوج وماجوج. خلق ذات عجيب. المشيه في الواطه دي لا مشيه بتشبه السودانيين، لا بتشبه المشيه بتاعت القوات المسلحه. يكشكشوا في الواطه دي بهمجيه. منظر الدعامي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عديل اول حاجه منظر الدعامي الماشي حاجه بطاله احنا بنقتل في قرف. دعامي ده حاجه قرف، خلقته ومشيته وطريقه كلامه وشكله ذاته. الدعامي حاجه قرف. بعد ده كله بيعمل في القرف. انت شفت الفيديو ده؟ الناس كانوا بيسووا شنو في السوق اللي دونوا الطيران؟ طالع تنبح ساي انت، الله ينعل ابوك لابو جابك. طالع تنبح ساي، ضربوا مدنيين. ده المدنيين، ده المدنيين. وكده انت خايف على المدنيين في الحاج يوسف. وينو خطابك للدعم السريع؟ وينو خطابك للدعم السريع في انه شرق النيل انتم محاصرينها وماخذين المواطنين اسرى؟ وينو خطابك للدعم السريع انه محطة الكهرباء في الحاج يوسف واقفة لا سنة؟ وينو خطابك للدعم السريع انه الكهرباء والانترنت في الحاج يوسف قاطعة لا سنة؟ وينو خطابك للدعم السريع انهم يسهلوا وصول المساعدات والامداد للحاج يوسف؟ ما بتخاطب الدعم السريع. لكن اول من نبل لك اولادك ديل يا عصمت بتقوم تجقلب واي وكوشاك. انت تبقى راجل تجي السودان واقعد لنا في مناطق سيطرة الدعم السريع، ورينا بيتعاملوا معاك كيف. انت ما هارب من الجيش ولا هارب من المواطن. انتوا بتدعامة دي بتدعمون من برا انت ولا عمر القراي؟ عمر القراي عامل له فيديو قال جرائم الاغتصاب دي عملوها الفلول. والله فيديو عجيب يا اخوان، والله كلام عجيب. عمر القراي او عمر القلاي نسميه سرق له كتاب بتاع نبي، يعني ما يكذب في الجيش. قال كونوا لجنة من 150 نفر في الجزيرة، واللجنة دي مشت حامت على كل القرى والشيوخ والإدارات الأهلية. هل عندكم اغتصاب؟ كلهم قالوا لا. لجنة ما معروف كونها منه. ومنو ال 150 نفر؟ هسه في 150 نفر بيقدروا يحوموا في الجزيرة؟ كان دعامة ذاتهم بيقدروا يحوموا؟ ممنوع، ما بتقدر، بتترصد. الدعامي بيجيك عشان يخش طابت دي ولا يخش التكينة بيجي كله 3 أنفار براهم. ده قال 150 نفر. في لجنة بتتكون من 150 نفر دار يعملوا شنو؟ الأمم المتحدة عدد العضوية حقتها كم اللي بيقعدوا في القاعة دي؟ 20. في 150 نفر لاقوك في لجنة قبل كده، لجنة مكونة من 150 نفر. 150 نفر. لو أنا شيخ طريقة صوفية زول عمري 70 سنة 80 سنة قاعد في المسجد حقي وخدت المصلاية قاعد في الواطة، قاموا جوني اللجنة دي عشان يسلموا علي ويسألوني من القضية. خش الزول الأول يا شيخ صرفة كيف أحوالك؟ إن شاء الله طيب. شيل لنا الفاتحة. شلت الفاتحة وضيفته. أخباركم شنو؟ والدعامة دي اغتصبوا؟ والله ما في اغتصاب. طيب في طابت؟ لا ما في اغتصاب. حيقوم يسألني من 200 قرية في الجزيرة، أقوم أجاوبه يمشي البعديه يجيني البعديه. في زول بيقدر يتكلم مع 150 نفر في ساعة واحدة؟ عمر القراي التركيز يبدأ. ما هو عشان كده أنت مشيت عبدت محمود محمد طه، ومحمود محمد طه مشى عبد روحه. والله العظيم عبد روحه. قال أنا الحلول يعني ذاته، يعني لا فيك مقومات سيدنا يوسف ولا عضلات جون سينا. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا حل وتعالى الله وتنزه. يعني انت جاي لا في لك توب وسروالك في الوطن وماشي بسفنجة سيلك. ربنا سبحانه وتعالى يعني لو حل يحل فيك انت. محمود محمد طه تصير صعلوق ولا شنو؟ في خلقتك دي حسي نجي نقول وما لك عمر القراي حالك شنبك؟ قالوا عشان نشبه الله. الله ما خلق سيدنا آدم بصورته
صورته يعني شكله كامل. ادم ما مر بمراحل الطفوله وعمره سنتين. سيدنا ادم الله خلقه كده بالصوره اللي حقته الهسي، هو شكله كده يعني طوله 60 ذراع. لا لا بصورته يعني كان اجرد امرد ما عنده شنب. يعني دي صوره منه؟ لا ما ادم الله خلقه بصورته هو يعني بيشبهه. فانا احلق ابقى امرد احلق شنبي عشان ابقى اشبه الله. احيي انا يعني ابو ام الغباء ده قال في لجنه تكونت وما في اغتصابات. انا اللي اجيب لك فيديو ده حسي اسمعه للنور والجمهور. والله يا قراي يعني انت الله سبحانه وتعالى يعني خدت لك كتير ان شاء الله قدام. شوف عمر القراي عشان ما تقول بتبلع عليه. اتفضل ده عمر القراي. سمينا الري. عشان قلنا عمر القراي داير انه ياخد. اسمع احكي لنا عمر اتفضل. ايه ابدا من الاول يا قراي. الجنجويد عملوا اغتصابات وفي نسوان سودانيات عددهم كم ألف باعوهم في أسواق في أفريقيا الوسطى وين ما في زول جاب أسماء ولا جاب أرقام ولا في أسر اشتكت إنه بناتها مفقودات ولا في كده. ولما حصلت اغتصابات للنساء في الجزيرة كونوا شبان من ورا الجزيرة، مجموعة من الشباب قامت حامد ورا الجزيرة دي غريق للتحري بس من الموضوع ده. بيلاقوا العمدة ولا الشيخ بيسألوه بس هل فعلا في بنات اغتصبوا في الجزيرة دي في القرية دي بواسطة الدعم السريع؟ ورجعوا كتبوا للناس يا جماعة والله احنا مشينا القرى دي كلها أكثر من 150 أو 160 غريب ما في أي حادثة زي دي حدثت للناس. فبعد ده كله الناس ما بيقولوا والله الإخوان المسلمين دي لما كذبوا لنا المرة اللي فاتت حقه لما يقولون الكلام الجديد ده نقول له لا احنا ما بنصدق لما يتأكد. اول حاجه عينوا الدجال ده. الجنجويد عملوا اغتصابات وفي نسوان سودانيات عددهم كم ألف باعوهم في أسواق في أفريقيا الوسطى وين وما في زول جاب أسماء ولا جاب أرقام ولا في أسر اشتكت إنه بناتها مفقودة. اول حاجه. ثانيه اشتكوا ليك الاسر دي بصفتك شنو؟ يعني حسي احنا قال الدليل على انه بناتنا باعوهم في الكاميرون وبناتنا باعوهم في الجنينه وفي السوق اللي قاعد في تشاد اللي بيبيعوا فيه نسانا. قال يا اخي الكلام ده كذب. كذب ليه يا عمر القراي؟ قال لا شفنا اسماء ولا شفنا اسر فتحت بلاقات ولا في زول ورانا ولا في زول جانا. انت يجوك بصفتك شنو؟ ما في لجنه بتاعت المراه دي لما عملت التقرير الاول حقها حق ال10 مغتصبات واغتصبوا الدعم السريع وفاتحين فيهم بلاغات في الدعم السريع والنيابه وعاملين فحوصاتهم كانوا في مدني. قامت حنان حسن قالت الاغتصاب ده تم في جزء من حته الجيش وجزء حته الدعم السريع. الساعه 1 قام خالد سلك كتب بيان بتاع المؤتمر السوداني ادام فيه الجيش وحملوا مسؤوليه شنو؟ اغتصاب ال10 بنات. طوالي رئيس الامم المتحده كتب كلام في صفحته في اكس ونزلوا تقرير قالوا يدينوا القوات المسلحه. البيت بتاعت حقوق المراه دي كانت معينه من زمن حمدوك، طلعت قالت يا اخواننا اللي اغتصب الدعم السريع ودي 10 حالات والمره دي موثقه ودي بلاغات وقاعده وما في كلام. عمر القراي قال يا اخي ما في زول كلمني من اسر يكلموك بصفتك شنو؟ انت قاعد في السودان؟ لا. لجنه حقوق انسان؟ لا. انت النائب العام؟ لا. انت البرهان؟ لا. شريكه في السلطه؟ لا. انت وزير العدل؟ لا. انت عمر القراي تلفونك وينه؟ هسه ادينا رقم تلفونك في صفحتك نخلي الضحايا ديل يكلموك واسر يكلموك. ورينا الصفه الاعتباريه يوروك بقى شنو. ستك الامريكيه السفيره الامريكيه في الامم المتحده قالت في حادثه اغتصاب بنت عمرها 14 سنه. طلع الفيديو ده غسان نزله في الصفحه.
في جوا الامم المتحده قالت الدعم السريع اغتصب البت داخل مباني اليونيسيف اللي هي الامومه والطفوله، لانه الحادثه دي موثقه ومصوره، امريكا اعترفت بها، لازم كانت تقولها. التقرير بتاع محكمه العدل الدوليه والتقرير بتاع الجنائيه مع بحر الدين سلطان المسالد، العمليه بتاعت الاباده تمت، امريكا طلعت فيها قرار وتقرير. الليله دي المبعوثه لامريكا هدام فيها الدعم السريع، وطلعت ادانات لقاده الدعم السريع بممارسه الاباده الجماعيه. الاباده تفصيلها شنو جوا؟ كلمه اباده دي بفصلوها كيف يا عمر قري؟ مسك المصحف قال المدني ما بناخده، ناخذ المدني ما بناخذ ناخذ المكي ما بناخذ المدني. ايات التشريع وقام محمود محمد طه كتبها. هو كتبها وين محمود محمد طه ذات؟ حمار ده عاش حمارا ومات حمارا. واحد قال لي انت بتحب النميري ليه؟ عشان فجخ زول ده. والله العظيم مش فكريا، لا، لانه خلصنا من زول غبي. يعني انا بشوف ناس بيدعوا الالوهيه، بيدعوا الربوبيه، بيدعوا النبوه، يعني بيجتهدوا صراحه. تجيب كده يشككوك ذاته، تجيب كده يشككوك. هسه زي الجنة بتاع علم الطاقه والبتاع المصري ده، كلب الدجال ده، بس هيبقى الناس والدوله بتكون بتتفرج فيه وما عارفين ذات يمسكوا بياته جنبها. ده مسك كده قال الله ما عنده شنب، انا عشان كده اكون ما عندي شنب. يعني حقيقة حاجة مخجلة، قسما بالله يا عيال حاجة مخجلة، حاجة مخجلة. وجماعة محصورة مندثرة بيلفوا في بعض كده. ده يبقى جمهوري، مرته جمهورية، ولده جمهوري، بنته جمهورية، يقعدوا يعرسوا في بعض، ويجوا اخر الليل يعملوا لهم عود كده يقعدوا يغنوا لله وللنبي. يعني حاجة صراحة يعني يعني شغل والله صراحة ما مدعوب عليه، ما مدعوب عليه. تاجر الدين محمود محمد طه يقول لك الكيزان والاسلاميين تجار دين، وانت محمود محمد طه ده جاب رساله ماجستير في الاقتصاد، ما جايب دين داير يحكم به. انت ما دجال زيه، انت ذاتك ما دجال زي محمود محمد طه، انت ما تاجر دين. اسمعوا الايه بتاعت الزلزله دي كيف معاكم؟ مخيفه للاطفال، نشيلها. مسحها من المصحف، قال في المقرر بتاع المدارس ايه الزلزله دي مخيف، بتخوفك انت لانك انت باطل، لانك انت مجرم، لانه راكبك شيطان. عشان كده آية الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها، أنت بتخوفك لأنك أنت ما مكتوبة لك، أنت ما مارد، أنت ما جن. تخاف من القرآن وتعلن الحاجة دي. الأطفال بيخافوا. ليه أطفالك أنت؟ ليه أطفالك أنت اللي بيخافوا من سورة الزلزال؟ خلاوي ده حافظين سورة الزلزال بيجاي وبيجاي، والله العظيم ب7 قراءات والعشر المندثرة والعشر المشهورة، ويسمعها لك فوق وتحت. تخوفك انت. احنا بنقرا لك شنو زلزال؟ ما بنقرا لك انت تقال احنا هسه بنتحصن ونتعوذ من شنو؟ منك انت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى طفشك. تقال طفشت انت عشان حمدوك سقط، طفشت انت لانك جن. نازل الليل كله يدعو عليك. زلزله دي بس برا زلزله اقدامكم وشاتتك برا. هسه يا عم تقعد عقدها لي لايفات. جربوع ده قال يا اخي ما في بلاغات وانتوا بيصدقوا ساي. سبحان الله انا سمعت الكلام غلط. قال الوفد مشى من اولاد الجزيره حاموا 150 قريه، وانا سمعتها انه 150 نفر حاموا الغرة. مشيتوا 150 قريه وقالوا الدعم السريع ما دخل وما اغتصب وما سرق وما نهب. طيب ما كلام جميل. انت مش قلت داير اسماء اسر المغتصبات والمختطفات برا؟ انا بجيبها لك. انا حلعب معاك الجيم الديرتي ده يا عمر الدقير، عمر القراي. عمر الدقير وعمر القراي الاثنين بطاله، ما فارقين. انا حلعب معاك الجيم الديرتي ده. شوف التحدي ده يا جنى. انا تحديت الجنى خليفه دنقر، قلت له جيب لي صوره بتاعت السد ما مضروب، ما جابها. مشى كتب قال الانصرافي بيسالني من مصادري، ما سالتك من مصادرك. قلت له جيب لي صوره السد ما مضروب. انت عارف نفسك لو جبتها معناها رساله لك دعامي قاعد في الجبل اتحركتها، ولو ما جبتها حتتبلى كل يوم، وهتقعد تلف وتدور تلف وتدور. تيجي بكره تطلع لنا بسنار، بعد بكره حتطلع لنا تاني بسنجه. الليله موضوع الفاشر ده طبعا حارقك، ما عرفت اقول شنو. يبدو ان الجيش في الفاشر يبدو انها مقبره، ما احنا عارفين انها مقبره، مقبرتك انت ذاته ان شاء الله. فانا تحديته، ده التحدي ال50.
بيطلع يقول لك انا ما بجاوب على مصادر مجهوله. لا لا حتجاوب، جيب لنا صوره السد ما مضروب بس، هسه امشي جيبها. ده تحدي عشان تخلينا نمشي ندفر الجيش ده يمشي يضرب الكوبري ده. انت مش ده قلت الجيش ده بخمنا ساي وسوقنا بالخلا؟ احنا بصورتك دي حنمشي نقول للجيش انت كذاب، وحجيب لكم مصادر الجويه والقياده وغرفه السيطره، رسائلهم واصواتهم وتسجيلاتهم قالوا ضربنا الكوبري ده. حفضحوا لك فضيحه عشان تاني تأدوا ما يقول تعلموا السواقه بتاعت يا زراعه. التحدي الثاني لعمر القراي ده قال داير اسماء، هو ده اسمع كلامه، وانا قبلت التحدي يا اخواننا. ده كلامه. الجنجويد عملوا اغتصابات وفي نسوان سودانيات عددهم كم ألف باعوهم في أسواق في أفريقيا الوسطى وين ما في زول جاب أسماء ولا جاب أرقام ولا في أسر اشتكت إنه بناتها مفقودات ولا في كده، وإنه حصلت اغتصابات للنساء في الجزيرة، كونوا شبان من ورا الجزيرة. طيب عمر القراي قال دار ارغام وبلاغات واسر عمر القراي قال دار ارغام وبلاغات واسر وبلاغات المختطفات والمغتصبات. انا التحدي ده جنا اقسم بالله العظيم اجيبه لك بشهاده فوكلر، المتحده، هيومن رايتس، شهاده ياسر عطا. وكلامك ده كلامك ده انت ما جبته من فراغ، انت سمعت لي لما انا قلت الكلام ده لياسر عطا. ياسر عطا ما قال بناتنا بيبيعون في الكاميرون، قلت له بس قف جيب لي عناوين ارغام بلاغات اللي اتفتحت. ياسر نطه ما جاوب. انت سمعت كلامي ده لو جيت تستخدمه ضد ياسر وقايل انا حجيب في خطك، لا انا حبين لك انت، لا ياسر عارفه لا انت عارفه، انا انا اللي عارفه وانا حجيب لك البلاغات. مع عربي نجيد يا اخواننا، انا قدر كلامي. داير كم بلاغ؟ داير كم بلاغ؟ البلاغات مع درجات، يعني احنا ممكن نقول دي جريمه فرديه اذا كانت 3 بلاغات اغتصاب، جريمه جماعيه اذا كانت 10 اغتصابات، اباده او تطهير عرقي او محاوله تغيير جيني بتصل من ال20 وانت طالع. فشوف انت داير العدد الكم وداير تدين الدعم السريع بعدين كيف تسميهم مجرمين، تسميهم اباده جماعيه، تغيير جيني، تغيير ديموغرافي، يغيروا في خارطه الجينات الشعب السوداني. شوف الجريمه داير تدين بها، ورينا عدد البلاغات ورب الكعبه وجلال الله وعزه المعبود اجيب لك. وانت احلف بمحمودك محمد طه وانا بجيب لك. اتفقنا يا اخواننا؟ انا بس داير يجيب لي حاجه واحده. انت مش قلت هسه احنا بنكذب ساوي، وده كلام بتاع اخوان مسلمين بيكذبوا وقالوا في بنات اغتصبون وما عندهم لا اسم لا اسمعوا. الجنجويد عملوا اغتصابات وفي نسوان سودانيات عددهم كم ألف باعوهم في أسواق في أفريقيا الوسطى وين ما في زول جاب أسماء ولا جاب أرقام ولا في أسر اشتكت إنه بناتها مفقودات ولا في كده. أنا بجيبهم. وإنه حصلت اغتصابات للنساء في الجزيرة، حصلت. كونوا شبان من ورا الجزيرة، مجموعة من الشباب قامت حامت ورا الجزيرة دي غريب للتحري بس من الموضوع ده. بيلاقوا العمدة ولا الشيخ بيسألوه بس هل فعلا في بنات اغتصبوا في الجزيرة دي في القرية دي بواسطة الدعم السريع؟ ورجعوا كتبوا للناس يا جماعة والله. بس أنا دايرك تجيب لي أسماء الغرى المشوى أولادكم ديل وأسماء العمد والنظار اللي قابلوهم. قلت 150 غرية، اكتب لي اسماء ال 150 غرية، انه الدعم السريع لا خش لا نهب لا اغتصب لا سرق، عشان احنا بكره مواطن الجزيرة المشرد في القضارف وفي سنار وفي سنجة وفي الخرطوم ومدرمان نقول له ارجع ال 150 غرية دي بتشيل السودان كله مرتاح. شفت التحدي ده سهل كيف؟ احنا الكيزان غشونا، قالوا في بنات مغتصبات وطلع ما في بنات مغتصبات، قالوا في بنات مخطوفات وطلع ما في مخطوفات، واحنا مشينا ورا الكيزان وما جابوا لنا اثبات. انت ما تعلم الكيزان درس في الاخلاق، وعلم الكيزان اسس السياسه،
قوم انت ذاتك جيب لنا بكره الليسته بتاعت ال 150 قريه. جيب الليسته ما تجيب اسماء الاولاد المشوا عشان الجيش ما يهددون، عشان الجيش والمخابرات بتعرفوا ان انتوا داير تقتلوهم. كلامكم البيش ده انا عارفه، ما دايرك تجيب اسماء الاولاد ولا تجيب لي اسماء العمد والنظارات. وريني 150 قريه هي امنه، ما فيها اغتصاب، ما فيها نهب، ما فيها زول دخلها، الدعامه ما دخلوها. بكره الصباح البصاد علي انا اسوق مواطن الجزيره 7 مليون ديل حوزعهم في ال 150 قريه. انت ابقى راجل جيبه، ما العربي نجيب. ده مش تحدي سهل يا اخواننا، لا فيه قله ادب ولا استفزاز. لا فيه قله ادب ولا استفزاز. انت قلت الكيزان بيكذبوا ما عندهم دليل، انا دايرك تجيب الحاجه دي. وصلنا المرحله دي يا اخواننا انه الناس حتى في جريمه وانتهاك بدوا يدافعوا عن نفسهم ويغالطوا ويتملصوا منها. شفت كيف يا جيش؟ بيتخلصوا من الجريمه ويغالطوا فيها ويتملصوا منها. والجيش قاعد بعاين في المأساة دي. الجيش قاعد بعاين في المأساة دي. عندنا يا اخواننا 13 يوم الجيش جاتك تعليمات تمرق حبابك، ما جاتك تعليمات تمرق امرق براك. شايف الناس اللي وصلت مرحلة نهبوا السودان، سرقوا السودان، اغتصبوا النساء، باعونا في دول برا، اعادوا عهد السبي. انتوا اللي قاعدين بتقول لي يا اخي الكلام في ياسر عطا ياخدوا مخطط الدعم السريع. وياسر داير يتحرك سنة كم؟ يعني ياسر في خطته يتحرك سنة كم؟ انا جاي للجيش بفهم تاني مشيت جبت يعني كنت في راسي في تساؤل يا جيش، والكلام ده ممكن يستفيدوا منه الاخوه في الدعم السريع برضه، حيودون حتفهم. هو بيسمعوا كلامي مش بموتوا لك. فالناس بيقول لي يا صرفه احنا دايرين نعمل الصح، لكن مشكلتنا نعمله كيف؟ طب دي حاجه كويسه انه احنا عندنا الرغبه والاصرار والعزيمه انه نعمل الصح. بقت مشكلتنا في نعمله كيف. نعمله كيف دي هينه. بيظهر اهل الاختصاص، بيظهروا كل يوم زول من الميدان، من قياده، خبير، استشاري استراتيجي، بيدينا مقترح وفكره وقاعدين نمشي فيها. والناس في الحاجه الحمد لله بتباري بعض. فكنت بسأل نفسي يعني كيف تدار الحرب؟ يشعل الحرب مجرم ويديرها عبقري. دي مني انا يعني. وين الكنداك اللي بتكتب في التاريخ دي؟ اكتب الحته دي على طول. يشعل الحرب مجرم ويديرها عبقري. والعبقري ده انا كنت خدتي، انا ما حد يتكلم من ورا قلبه، كنت خدتي ياسر عطا صراحه يعني. استغفر الله العظيم، بس والله كنت خدتي ياسر عطا، كنت ده العبقري والكاهن وبتاع، وهو عنده مشكله في الكلام وفي صوته وكده. فقلت الزول ده يا اخي فيه مواصفات، الزول عنده مشاكل في التخاطب والكده، بيكون بيعمل ما بكتر كلام لانه ما بيقدر. يعني هسه ياسر صوته ما واضح، ما خطابي كده بمقاييس الاعلام يعني. فقلت ياسر ده الكاهن العبقري، يا زول ده حيسوق الناس زي البلاعه دي يشربوا ما يروح. طبعا ما قلت الكلام ده ولا حاجه، لكن المهم النفخه كده يعني في ياسر عشان ما يزعل. فكنت قاعد اقول الحرب دي تدار كيف؟ يعني حس الجندي ده لو قال لي يا صرفه انا داير اخالف تعليمات، طيب انا اعمل شنو صح؟ طيب المرحله بتاعت مخالفه التعليمات دي حتيجي بعد المرحله بتاعت شنو؟ زنق الضابط. نسميها مرحله زنق الضابط او زنق القائد، نسميها مرحله زنق القائد. مشيت جبت كتاب قلت يا اخي كيف تدار الحرب؟ قال لي اول حاجه لما يجي يقعد القائد قدامك تساله تقول له لا حدد لنا الهدف اول بالاول. احنا قاعدين في معسكرنا في سنار، القائد جا قال لنا اخواننا احنا والله ان شاء الله متحركين ماشيين على سنجا. نقول له حدد لنا الهدف. يا اخواننا احنا ماشيين سنجا يا زول، هي انضبط. يقول لك ماشي سنجا ده الهدف بتاعنا. ايوه سنجا دي المنطقه، انا ماشي اعمل فيها شنو؟ انا داير العسكري يتكلم مع الضابط والقائد حقه كلام موضوعي، ونمشي تحت القياده دي نعرفها هي دي قياده حتسوقنا الانتصار، ولا دي القياده اللي بتخلينا ننسحب ونتدمر ونرجع منكسرين ونبدا نبني في روحنا وما نقدر. الموضوع ده بسيط. القائد ده اتكلم معانا قال لنا احنا ماشيين سنار،
حقول له ماشيين نسوي شنو؟ هدفنا شنو؟ حيقول لي ماشي سنار، اي ماشي الهدف منها شنو؟ او من سنار ماشي سنجا الهدف شنو؟ احنا شفنا الجيش بيمشي الدندر بيعمل عمليه عدائيه الساعه 6 صباحا وبينسحب. هل انت موديني امشي اعمل عمليه عدائيه وحاجي راجع، ولا انت موديني احاصر سنجا، ولا انت موديني استرد سنجا؟ دي كل واحده عندها خطواتها. القائد يتكلم معي بوضوح، احنا ماشيين نخش سنجا. طوال انا بقيف قدام التاتشر بتاعي بعاين الذخيره بتاعتي دي قدر شنو؟ 4 صناديق. هل دي بتوصلني معركه بتاعت استرداد ومواجهه ودفاع، ولا دي بتاعت انسحاب وتغطيه الظهر؟ انا بحتاج كم عشان امن سنجا؟ المعركه دي بتاخد كم؟ طوالي برجع للقائد بقول له يا ساعتك انت قلت احنا هنسترد سنجا صح؟ اي. ممكن توريني الخطه بتاعت الهجوم؟ والله احنا طبعا هنتحرك بالشارع بتاع سنجا ده طوالي نجي دغري للحاميه 17. اقول لها سعادتك هل معانا مهندسين؟ هيقول لي داير بيهم شنو انت المهندسين؟ ما فيها الغام، احنا سوقنا مهندسين، احنا ما سايقين مهندسين، يبقى خطه الهجوم بتاعتك دي ناقصه. طيب يا سعادتك يا اخي الاستطلاع طيارات بتاعتنا كيف المسيرات؟ نستطلع نشوف الجماعه دي قاعدين ارتكازاتهم، نمشي لهم بالليل ولا بالنهار؟ مشينا بالليل نوع التاتشر البوهي اللي حختاره بيفرق من النوع اللي بمشي بالنهار. انا داير اتخفى ولا داير امشي علني؟ داير امشي علني بشارع الزلط ضحى شمس فوق، محتاج تغطيه بتاعت مسيرات ترفع عليه التقرير من الميدان. الان هل في ارتكازات؟ هل في دفاعات؟ القائد كلمني عن الكلام ده ولا ما كلمني؟ ما كلمني، يبقى هو ما ماشي يهاجم، هو داير يسوق يطلع بي ويخدر ناس سنجا ويخدر صرفه ويخدر اخواننا في النيل الازرق ويخدر منو ويخدر منو. انا بساله اقول له اول حاجه خط الهدف شنو؟ الهدف والله ماشي نسترد سنجا. بقول له تمام كده خلاص انا واضحه بالنسبه لي. الموضوع ده فيه استرداد، معناه انا ههاجم وحدافع في نفس الوقت. نسبه الموت بتاعتي 2 ضعف، لانه انا ممكن اموت في الهجوم وممكن اموت في الدفاع. انا بكون ماشي فاهم الموضوع ده. طيب احنا لبسنا لبس 5، الزول ده قال لنا حنمشي نهاجم بالنهار. القناصه حيشوفوني. الزول ده اداني خوذه؟ لا. اداني واقي رصاص؟ لا. يبقى الزول ده حيركبني في التاشر، حناخد لفه كده، حيجي يقول لي احنا قاعدين في تخوم سنجا. الكلام ده ما فيه مخالفه تعليمات. العسكري تكون فاهم انه انت ماشي لشنو؟ ماشيين نحرر سنجا. ممتاز. وضعت الخطه يا سعادتك؟ اي خطه الهجوم ممكن نعرفها؟ ما ممكن تكشفوها توروها للناس؟ لا ما في كشف، انا ما حقول للناس حجيكم الساعه، ما توريني انه ماشيين الساعه 3، ما توريني انه احنا ماشيين 400 عربيه، ما توريني انه انا بس وريني انه انا ذخيرتي حقتي انا المرتب الحربي بتاعي كم؟ ادانا 4 خزن، 4 خزن دي ما بتكفيني هجوم ودفاع. زول ده كذاب معنا. داير لي 12 خزنه اقل حاجه. نوع السلاح بتاعي شنو؟ هل طلعنا بيدوشكا ولا قال يا اخي جهزوا العربيه بتاعت الرباعي والثنائي؟ الرباعي والثنائي ده معناه كثافه نيران، انا حخش سنجا. لكن قال لي بيدوشكا بكره الصباح. دوشكا دي ما سلمنا بيها كوبري الدندر. كان عندنا 20 تاتشر فيهم دوشكات، قالوا ماشيين غيروها بمدافع بيجي الساعه 7 صباحا، لهم 3 شهور ما جو راجعين كوبري الدندر. لا انا بفهم طوالي الموضوع ده ما فيه مخالفه ولا فيه عصيان. الكلام ده للجيش في الشارع، الكلام ده للجيش في الميدان، الكلام ده للجيش في المعسكرات. والله رفعوا علينا خطه الاستعداد، والسيد القائد العام كلمنا. شغل مخك اول حاجه. الزول ده قال لنا الهدف شنو؟ السؤال الاول سالناه واحنا ماشيين، ما حنقول له الهدف شنو. بقول لها سعادتك دك وراك، احنا سعادتك ان شاء الله باذن الله داخلين سنجا دي فاتحين، ولا داخلين العمل العدائي، ولا ماشيين ننظفها ونجي راجعين. ساساله بطريقه حنكه ظريفه كده عشان ما يخطك في راسه. و5 انفار يسال السؤال ده ذاته. القائد حيضطر يقول لك احنا والله ماشيين نستردها. قول له تمام يا سعادتك قدام، والله ما في رجعه. انفخوا كده اول حاجه، بعدين قوم شنو طوالي تمشي التاتشر تكشف. التاتشر ده يا ربي مسلعه بشنو؟ تكشف كده براك بتقراه، تجي راجع تتم باقي اللايف عشان اديك النقطه الثالثه. ده كلام كتبه كاهن ما كتبته انا. قال لك النقطه الثالثه، قال لك فهم الكتله الهجوميه او حجم الجيش. فهم، ما قال لك يوروك عدد. براك شايف انت الكتيبه 4 والكتيبه 5 والكتيبه 6 طلعوا يا زول وماخدين لهم جكه كده، معناه احنا ماشيين 5 كتائب 2 لواء. 2 لواء دي معناه ده زول الشغل ده كبير يا زول. لكن كلموكم انتوا السريه حقتكم، ولقيت اخوانك هنا قاعدين تحت الشجره بيظبطوا في الحله، والكتيبه الاولى والثانيه واللواء الاربعه ديلك شغالين بيلعبوا في كوره، انت ماشي تاخذ لك جوله حول التخوم. ففهم الكتله العدديه الهجوميه للجيش انت افهمها براك، ما دارين القائد تمشي تساله تقول له يا سعادتك احنا متحركنا دي فوقكم. توالي حيقوم يقول لك اضرب للستيك، يقول لنا اسمع زول ده طابور داير يشيل عددكم يوري صرفه. لا ما تعمل كده. انت براك في الميدان شنو؟
شيل البوت بتاعك وتجي ماشي، تجي داخل السريه الثانيه يقول لك داخل لشنو انت هنا؟ قول له والله البوت بتاعي ده بس داير له ورنشه كده، ودار اشوف صاحبي غسان هنا قاعد بس رخيت البوت ده، تكشف لقيت اخوانك بيستعدوا، معناه احنا ماشيين كتيبتين 4 كتيب 5 لواء. قال لك تفهم الكتله الهجوميه والعدديه حقت الجيش بتقديرك ما تساله. خد الثانيه دي الكاهن ده قال لك كده ثاني براك انت جياشي في الميدان، ما يقول لك الجيش تعليمات، انت قاعدينك جوا معسكرك بتموت بالتعليمات، تفضل ما عندك مخ ولا شنو؟ لازم تفهم الحاجه انت، تحرك انت، تضغط القائد، توريه انه انت شنو ما سايقينك. هسه ناس السنار سايقينهم لك باكبر خلا في الكوكب، شبكوا لك والمشاكل حق السنار دي كلها في الربيع، وزحوا الربيع غيروا الربيع، زح عليهم الربيع جاب لهم زول رشحوا، والله مصبين لك صبينا انسى بس سكر سناره بيودي. قال لك بعديها توضيح القوى الاقتصاديه المتاحه، تكون واضح معي اخواننا. والله احنا حنمشي نهجم سنجة وحنستردها، لكن احنا ماشيين بعزمكم كرجال. احنا والله يا اخواننا التاشيرات حقتنا دي فين 4 دوشكا و2 ثنائي و4 رباعي، دي حنعمل بها الهجوم الاول، لانه احنا قوتنا العسكريه الاقتصاديه ضعيفه. اول هجوم حنمشي نهجم المخزن بتاعهم في السوق الكبير فيه سلاح، بعد ما نهجمه حنتسلح، لانه احنا وضعنا الاقتصادي العسكري تعبان، ما عندنا كميه ذخيره كافيه. حنهجم المخزن ده، لو قام قال لي حنمشي الفرقه معناه الزول ده داير يلعبني، لانه هو انا شايف انه احنا عندنا 4 ثنائي و2 رباعي و3 دوشكا. لو قال لي امشي بها الفرقه الدعم السريع ممكن يكون قاعد هناك 5000 6000، دي ما حقدر اواجههم معناها حيقرضني. لكن لو قال لي نمشي مخزن السلاح اقول الزول ده راجل، القايد ده عنده تكتيك، الزول ده داير يمشي يشيل سلاحه اول بالاول، نعمل عمليه عدائيه بالليل، نرسل جواسيسنا، نفتح المخزن شب 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 شب، نسرق السلاح، كبب نتسلح، نجي نضحى ببب نبلهم بسلاحهم، زي ما حصلت قبل كده في مخازن وفي الباقير، ودينا دوشكاتنا وديناهم دباباتنا وجو ركبونا بها ولسه ما زالوا يركبونا بها يعني. فانت تكون حريف يا ايها الجندي السوداني، لانه انت بعد 13 يوم 10 يوم حتكون في الشارع بتقاتل، فتفهم دي. قال لك وضع خطة المناورة يا سعادتك، احنا لو مشينا سنجة دي والموضوع ده كتم علينا، الرأي شنو؟ والله الرأي بس شنو، احنا زي الرجال نثبت، لا هو الثبات ده طبعا مطلوب، لكن لو دارين نعمل انسحاب والتفاف حنمشي بوين؟ والله حنمشي بكبر الدندر، كبر الدندر عنده، لكن يا سعادتك طيب هاي في تغطية بتاع الطيران حتيجي حتضرب الارتكاز بتاع الدندر، خلاص خليه نضربوه اول، نتاكد انه ضربوه عشان انا اقدر اعمل الالتفاف وخطه مناوره. لكن يجي يقول لي وراح السنجه بس نخش كده او لا ما في دي ما في، احنا ماشيين نحرر السنجه، نضع خطتنا مكتمله، لكن نمشي بحجه انه والله يا اخي لقينا سنجه مقفله تعالوا نحوم حول التخوم. دي الخطه اللي وضعها محمد عثمان الحسين، اللي هو واضع له طه عثمان الحسين قائد الجيش الحقيقي، ومعه البرهان الموافق عليها، وموافق عليها الدعم السريع، اللي هي خطه انه احنا نقعد نحوم في التخوم. ساقوا 1,000,000 متحرك دندر دي بيحوموا اكتر من الغزلان اللي في المحميه، والله العظيم الجيش ده حام في الدندر دي قسما بالله اكتر من الحوام الحامه والغزلان دي، حوامه بس لو 4 شهور بيحوموا في الدندري، حومك وهو الدندري جنبهم غالبا نخش، لانه ما في خطه بتاعت هجوم واضحه، ما في خطه بتاعت مناوره واضحه، ما في هو العسكري ما واثق. احنا حنمشي بالشارع ده نخش سنجه اهو، بعدين نجي مارقين كيف؟ لا بيمرقنا الله يا زلمه، هو الله اصلا خلقنا الموضوع ده ما داير غلاط، ما بفتش في اثباتات لانه الله حيمرقني، انت ما بتوريني المساله الوجودي، انا مؤمن بالله عز وجل، والله خلقنا اكبر من كده. شنو تاني؟ احنا حنمرق كيف؟ انت خطتك شنو؟ الخطه دي بنوريكم كلها اثناء العمليه، من المسؤول منها؟ مسؤول منها انا بس، وانت لو مت مسؤول منها القائد الثاني، يعني عارفها؟ ايوه كلمته؟ هو عارف والله. تعمل له عيونك كده بتاعت الشوفها ديلك بتاع الساعه 6 تلقاه في البغالة بتاع الليل كده، والله زبادي والله، قولها بتاع الفراولة احسن والله، جربته انت الكلام زي والله تقول له والله كلمت فلان اي والله، بس تقول لي انت والله كده بالنظره دي كده، وبرا بيقول عسكري ده يا ربي بيسمع صرفه ولا ايش؟ عسكري ده ماله الليله؟ الرابطه بشنو؟ جنوبيه ولا غرباويه دي؟ سيارته شنو ده؟ رابطه بشنو ده؟ بس تقول والله، بس تقول له والله شككوا كده، العسكري شنو؟ الضابط بتاعك بيكون بيرجف، هل نازل يا صاحبي؟ بيكون فتحين يا صاحبي.
بس قال لك ايه؟ يقول والله وامشي بس خليه، ورا ما بفهم حاجه. قال لك تأمين التحكم بالقوات او تدريب القياده. تأمين التحكم بالقوات او تدريب القياده. الاسبوع اللي فات احنا مشينا الدندر، القائد حقنا اول حاجه قالوا لنا انسحب بشارع الزلط، مشي دخلنا وحنا في الطين. ده ما بينفع معي تاني. اول من القاه هو ركبوا لي قائد، الزول ده ما ماشي معاه. ليه؟ لانه الزول ده لا مؤهل لاداره المعركه ولا القياده ولا بيقدر يناور ولا حاجه. اليوم داك وحنا في الطين، ما ماشي معاه. مين يقول لك عبد المنعم اللواء بتاع سنار يقول لك اسمع حيقودكم فلان الفلان المقدم ده، قول له ما ماشي. الزول ده اليوم داك ساعدتك 1 2 3. تأمين القوة وقيادتها، اطمئن انه انا ماشي مع منه. زول كارب، زول مقاتل، زول سبوته، زول سندالة، زول صامت، بمشي معه. لكن الزول بيقول اسمع بيرجي في اول ده، انت اسمع امركم احرسوا روحكم. اليوم داك في ارتكاز فيه عميد او لانه اولاد الحله هناك كده جهه الحواته. عندنا عربيتين بكاسي، جد عامل قبل ما يجوا خلى المستنفرين ديل برام بكلاشات، دور العربيتين بتاعته زول وتخارج. ده انا تاني اقسم بالله العظيم القى في اشاره دي طلقه، اشاره مرور سايد دي طلقه، خليه في ميدان لا يمشي معي ده ثاني. فاحنا لازم ننتبه. ما زول فشل في اول مره، ثاني مره الزول ده انا امشي معه واتاكد انه هو الزول ده دربوه فهموه. المره اللي فاتت اداني عذر، قال لي يا اخي لا سلكي ما عرفت استعمله او بطاريته نزلت، اعذار واهيه. ده ما زولي، ده ما امشي معه. زول مقدم قائد عقيد لواء ما ماشي معه. هسه انا ده شخصيا انا ما بقاتل مع البرهان. انا نطلع كده تاتشيراتنا كده زي ما الغنية قالت 3 تاتشر وقس سوا قدام البرهان، ما بمشي معه. محمد عثمان الحسين ما بمشي معه. ياسر عطا ما بمشي معه. اللبيب ذاته ما بمشي معه. عديل بقول لكم، عبد المنعم بتاع السنار ده ممكن نجربه. الربيع ما بمشي مقاتل معه. واضح انا واضح. طبعا يعني احيانا الانسان يتساهل، مرات كده بيجي قزيله كده، مرات يعني قاعد لحظه فراغ كده. لحظه الفراغ الناس بتحسب في الشوق والحنين والخرابيط دي وبتاع. انا الحمد لله ما عندي حاجه في الدنيا دي، جيت خفافا وماشي خفافا، لا عندي سعيه ولا واطه ولا شركات ولا عندي حموله في ظهري. ذنوبنا بس ربنا يغفر لنا يعني. اقوم قاعد كده فراغي ما كثير يا جماعه، قاعد افكر كده يعني. مرق البرهان من القياده ممتاز، ومرق كباشي من القياده ممتاز. ولماذا لم يمرق رئيس هيئة الأركان من القيادة؟ يعني مرات الإنسان بيفكر. طبعا احنا صرفة رمزية القيادة دي انه يكون فيها قائد، ولو مرق منها ما بتسقط وبتقع. القيادة دي اصلا كلها غادة، ما كلها غادة. حس انت عسكري جوا القيادة لقيت محمد عثمان الحسين في فريق اول رئيس هيئة اركان عمليات برية، ده بيتكلم معاك مباشرة ما بتقدر تتكلم معه طبعا، ولا بيدعي ليه اصلا. دي ما تراتبية الجيش، مع انه هو قائد القوة جوا القيادة دي، هو قائد القوة في السودان كله، ما جوا القيادة. جوا القيادة عندها قائد براه. فمرات الانسان بيتساءل يعني لكن دي الاسئلة اللي ما عندها اجابة. كباشي مرق، برهان مرق، محمد عثمان الحسين لماذا لم يمرق؟ لماذا؟ يوم ذاك ساعتك برهان اقسم بالله ما قلت انا. بعدين انا عارف التاشر بتاعك، والله انا عارف انت بتوديني لا الله، لكن والله في دي ما تسالني، دي ما عندي باي علاقه. انا قلت لهم لماذا لم يضربوا الكوبري بتاع الجبل؟ لماذا لم يضربوا كوبري ما اعرف البتاع؟ واحده كمان والله واحده قالت لماذا لم يضربوا البرهان؟ حقيقه انا عجبتني، لكن اقسم بالله ما جدعتي. ما تحاسبني بقى بعدين، انا حساباتك معي عارفي. انا قلت لك انت دعامي وانت دعامي انت طابور وانت طابور والله. وقلت لك اخر جندي في الدعم السريع هيفضل في السودان انت. انا ده كلام ما بنكره. وحات اسم الله وحات الكتاب، وحات الكتاب يا اخي. بالمناسبه بتاعت وحات الكتاب دي، اذا بد الله في الاعمار ان شاء الله ونصرنا وان شاء الله منتصرين. يعني احنا بس بنتكلم عن نحضر الانتصار يعني، لكن انتصار حاصل. الزول الاول اللي انا داير الاقيه في الكوكب ده عارفين انه مينو؟ بتعرفوا السادات بيعمل الفيديوهات ده. الزول ده انا داير امشي اقعد معاه في خيمته دي. يعني ده رجل يقاتل من خلف
الصدور والسطور والإعلام. براه في خلا في صي في السعودية، في مزرعة في خلا، عنده أوضة صغيرة كده. بحب المطبخ بتاعه، وبحب البساطة حقته، وبحب إنه قادر يوصل إبداعه. زول بيقدر يصور فيديو بيعمل 3 شخصيات. الليلة دي حيكون عمل له فيديو عن الفاشر. بحب الوحدة بتاعته الجميلة دي. بحب صموده واتصاله مع شعبه وهو بعيد. بحب دعمه لقواته المسلحة وهو وحيد يقاتل وحده. الزول ده ربنا يغطي عليه ويحفظه ويحرسه. أنا نفسي الزول ده أقعد معاه في حتة 3 يوم، نتونس ونشرب قهوة ونظبط العدس ونصحى فجرية نصلي، فهمت كيف؟ ونقعد ناخد لنا وردين كده وننوم، تجينا سخانة الضحى ديك العجيبة، ونقعد في ضول كده ظريف ونرش الواطة دي، نجيب عن قريبنا ونشغل اللايف ده ذاته ونستعيد الذكريات دي، فهمت كيف؟ والله يا سادات ربنا يغطي عليك. وإن قاتلت القوات المسلحة وحدها فالسادات وحده هو جيش، وإن قاتل الصفوف الإعلام والناس وكنتم مع بعض فالسادات يقاتل وحده. حفظ الله السادات ونصر الله السادات وأيد الله السادات ونصر الله القوات المسلحة بالسادات وجعله في ميزان حسناته، وأن يحفظه ويحفظ أسرته ويحفظ أهله ويعيده سالما غانما. وزول ده بعدين استقبلوه استقبال الفاتحين. فربنا يمد في الأعمار إن شاء الله السادات. وعاد الكتاب انا بقول لك وعاد الكتاب خي يا خي، فده كلام عجيب. يعني قال لك التأكد من وجود الأمان أو التأمين على القوات قبل ما نطلع. يا سعادتك احنا لو الناس دي عصرونا في سنجة حنعمل شنو؟ والله حنتصل بجيش كرري حيصلنا بعد كم؟ الامداد، ما دايما احنا بنتلعب في الامداد. قبل ما اركب التاتشر مع عبد المنعم، قبل ما تركب التاتشر مع اللبيب، قبل ما تركب التاتشر مع ياسر عطا، قول لها يا سعادتك الامداد حقنا حيجي من وين؟ قال لك والله حيجي من سودري بعيده، والله يوصلوا في كم يوم الناس يكونوا بالونه. الامداد حيجي من الفاو، يعني معقوله. طيب حيجي بياتو شارع بكبر الخياري ولا كبر بيكا؟ الشارع ده لكن مقفول للمطر، الحين لما يصلونا حيكونوا وحلوا. الامداد حيجي اسناد طيارات. طيب الطياره دي حتيجي هليكوبتر ولا حتيجي سخوي ولا كي 8؟ حتيجي الكي 8 الركشه دي. طيب حتنزلوها في كنانه؟ دقيقه نضرب لناس كنانه. اسمع في طيارات نزلت والله ما في ساعتك بتغش عليه يا اخي. الهليكوبتر دي شغلها كويس وبتفتح شغل ممتاز، مساحات مفتوحه بلاله. نزلتوها في كنانه دقيقه نضرب، ما نزلوها. طيب بعدين تلعبني يا سعادتك. فالمساله دي تقول لها اسمع التامين بس احنا حنرجع كيف؟ والاسناد حيكون كيف؟ تمام؟ اخر خطه قال لك حاجه، قال لك الوضوح والبساطه في الخطه. السلام عليكم. عليكم السلام. اخواننا احنا طالعين بعد صلاه الصبح، كفنك معاك، مصلايتك معاك، وراح اركب. حنمشي وين؟ حنمشي سنجة. احنا حنمشي بشارع وحنعمل التفاف. حنلف بيه سنجة. ليه حنلف بيه سنجة؟ دي نقطة ضعيفة عند الدعم السريع، حنجيهم بورا. الخطة واضحة وبسيطة. طيب يا سعادتك تجهيزنا كيف؟ والله هديك التاتشيرات المارقة معانا كلها رباعي ودوشكات وعربيتين بتاعين ذخيرة و3 وقود. خطة ببساطة، لكن لا انتوا ما حتفهموا الكلام ده. دي خطة عسكرية، ده كلام معقد واستراتيجيات انا عامل لها هيئة اركان. هذول اركان شنو في الميدان ده؟ اركان شنو في الميدان ده؟ من هنا انا بنقل برضو رسالة تحية للقوات المسلحة في القيادة العامة. واحنا بنتكلم عن قصور القيادة لانه في قادة كبار، رئيس هيئة الاركان والاستخبارات قاعدين جوا القيادة فخططهم محاصرة، ولكن لا ننسى فضل الصامدين في القيادة العامة. وحقيقة انا لما اقعد مع نفسي واستوعب انه القيادة دي محاصرة وكان فيها هجوم 7 شهور شبه يومي، فالذخيرة اللي عند الضباط والجنود اللي في القيادة المحاصرين ما حتكفي للدفاع ولا حتكفي للهجوم. ولن نسأل كيف انه الامداد بيصلن
ولكن بنقول إن الله عز وجل ينظر لهم بعين الرحمة. فإحنا كلنا ندعو لقواتنا المسلحة في القيادة العامة. مسألة الحصار 2 وانقطاع السبل والطرق عليهم، المرض المر به، عدم وصول العلاج، الناس زي ماتوا بتتنس وماتوا بجوع، الناس زي شهور 7 8 شهور ما غيروا هدوم ولا استحموا، ما في مويه. فإحنا نسأل الله إنه يعين قواتنا المسلحة في القيادة العامة. وأنا لما أفكر بشوف إنه جيش القيادة ده أنا ما حضغط عليه، لأنه مسألة إنه يفك حصار وبراو شكلها هي صعبت عليهم، لنقص الإمداد، لنقص الجنود، لنقص الناس بتكون أفتكر إنه ما أقل من 40 أو 50% من الجنود والضباط في القيادة العامة الآن يعانوا من تبعات الجوع والمرض، وإذا تعافوا ويتشافوا فذلك بفضل الله، وحاجات حتكون بدائية، صفق شجر وكده. فأنا شفت الصورة بتاعت السفنجة اللي عملوها في القيادة العامة، معناها قطعوا مشمع وعملوه بسلك، فديل معناها مارين بظروف عجيبة. فإحنا بنناشد قواتنا في المهندسين، بنناشد الأبطال الظافر، بنناشد أولادنا في تاكسس، بنناشد أولادنا في الهيئة وفي الاحتياطي، إنه خلال 13 يوم دي لازم نفك حصار القيادة العامة، ولازم جيش المهندسين ينزل ويصل القصر الجمهوري محطته الأولى، ويصل محطته الثانية القيادة العامة، ولازم يتفك حصاره بأي شكل من الأشكال، لازم حصاره يتفك. لأنه إحنا جنودنا جوا ديل الظروف اللي هم فيها دي يعني لا تقل عن الظروف بتاعت المأسورين في سجن سوبا وفي غيره. الناس ديل هم الآن مفروض عليهم القتال، ما الأسر والنوم والراحة، ولا وفرة أكل ولا شراب ولا دواء. بعد ده كله هم مسؤولين من حماية رمزية وأعلى رمز في القيادة العامة في القوات المسلحة. دافعوا عن القائد العام بأرواحهم، ودافعوا عن القيادة العامة بأرواحهم، وصمدوا وحموا ولاية الخرطوم. ولذلك حميتي وعبد الرحيم ما قدروا يعلنوا حكومتهم في الخرطوم، لأنه في سلة ربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم، لكن هم قادرين بإذن الله وفضل الله وعون الله، وما انكسروا ولا تراجعوا ولا سلموا، وما حيسلموا. القيادة العامة ما بيسلم بإذن الله. فإحنا نسأل الله إنه يعينهم، ونسأل أخواننا في المهندسين إنه يستعجلوا الخطوات. إحنا في 2 3 لازم نضع علينا خطة لاقتحام القيادة العامة، تحرير القيادة العامة، فك حصار القيادة العامة. البواسل في القيادة العامة ديل هم بذرة القوات المسلحة، الصمدوا في الظروف دي، لا استسلموا ولا رفعوا راية، ولا كان بإمكانهم يرفعوا راية، وكان بإمكانهم يستسلموا، وكان بإمكانهم ينسحبوا زي ما قوات كثيرة وحاميات كثيرة عملت. لكن هم عارفين المسؤولية حقتهم، إنه القيادة العامة هي ما قيادة القوات المسلحة، ولكن هي قيادة المقاومة الشعبية، وهي رمزية الاستنفار، وهي قيادة السودان. ولذلك القوات الدعم السريع كان مسيطر على 95% من ولاية الخرطوم في ساعات وأيام المعركة الأولى. 5% هي دي القيادة العامة، وصمدت 5% وحولت المعادلة. الآن احنا بنتكلم عن 40 إلى 50% من سيطرة الدعم السريع بصمود هؤلاء الرجال. فاحنا بنقول لإخواننا في المدرعات خطتكم لازم تستعجل. الناس دي كلها عايشة في ظروف الأسر، وعايشة في ظروف أطفالهم برا ونسائهم برا، أكتر ناس بعيدين من أسرهم، وما سلموا وما ضعفوا. بتدونوا كل يوم من أركويت، وبتدونوا من شرق النيل، وبتدونوا من بحري، وبتدونوا من أي حتة، من السوق العربي. القناصة حولهم في أي اتجاه، عماراتهم محروقة، أكلهم وشرابهم محروق. ما هي دي عمارة وحدة عسكرية مكتبية، ما زي باقي المعسكرات زي المدرعات عندهم مخازن أكل، زي كرري عندهم مطابخ وأكل وميز. المدرعات هي مكتب بتيجي داخل شايل قلم بس، فطور ما بتجيبوا معك، قلم بس. ديل دخلوا قبال 1 و8 شهور وحتى الآن صامدين. نسأل الله إنه يفك أسرهم وحصارهم، ونسأل الله إنه ينصرنا بهم. وإحنا الليلة إن شاء الله في ليلة الجمعة بنوعد القحاتة وبنوعد الدعامة إنه الناس دي حترفع يدينا في ساعات الجاية دي إن شاء الله في الليلة دي، ونستبشر خير بقبول الدعاء من الله عز وجل، بصمود هؤلاء الرجال، صفاء نيتهم، وبإخلاص عملهم، إنه ربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الشعب السوداني الدعوات. وإحنا الليلة بنهددهم عديل بدعائنا،
وبنهددهم عديل في الساعات الجايه، وربنا سبحانه وتعالى حيستجيب، وحيشوفوه في قحط، وحيشوفوه في تقدم، وحيشوفوه في قاده الدعم السريع، وحيشوفوه في انتشار وتحرك القوات المسلحه. حيشوفوا الحياه، وحيشوفوا المعادله دي حتتغير باذن الله. الناس الأحبطت والناس الخافت والناس الرجفت بنقول لهم والله صمودكم ده ثمنه جه. والناس المنتظرة القوات المسلحة في الجزيرة، في بابنوسة، في غرب كردفان، في الجيلي، في غور الجيلي، في بحري، في جزيرة سلانج، في حطاب، بنقول لهم والله يا أخي صبركم ما بروح. زمان كان الجيش ده بتتحكم فيه بشر وقادة، الليلة احنا الجيش ده قيادته الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ما بضيعنا، والبلد دي ما بتضيع، وربنا سبحانه وتعالى ما بيخزينا ولا بيخزلنا بإذن الله. متوكلين على الله عز وجل، واثقين، صامدين، مؤمنين، شايفين الانتصار قدامنا بإذن الله. ساعات وأيام وكل يوم حتشوفوا بشارة وبشرة. حفظ الله القوات المسلحة، وحفظ الله المواطنين، وحفظ الله المستنفرين والميارم، وحفظ الله المشتركة والسادة في الفاشل. ربنا ينصركم كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، ويعينكم ويمدكم وينزل السكينة في قلوبكم، ويثبت أقدامكم، ويسدد رميكم. وانتوا والله يا أخي بوابتنا للانتصار، وبوابتنا لسودان موحد، لا فيه عنصرية ولا فيه قبلية. احنا تحت رايتكم وتحت قيادتكم، وجيشنا ذاته معاكم وتحت قيادتكم وتحت رايتكم. انتوا رجال، واثبتوا وقفتكم وحبكم وتقديركم للسودان. لا انسحبتوا، لا تراجعتوا، لا بعتوا، لا خنتوا. ربنا يعينكم ان شاء الله، وتكونوا نموذج لباقي المتحركات ونموذج لباقي الفرق. واحنا الجيش ده بنشوفكم وبنبقى زيكم، وحتسمعوا تمام اخوانكم في الجزيره، حتسمعوا تمام اخوانكم في النيل الابيض، حتسمعوا تمام اخوانكم في كرري وبحري ومبدا، وحتسمعوا تمام اخوانكم في سوق ليبيا باذن الله قريب والله.